ده الدرس الاقوى على الاطلاق بلا منازع في الرياضيات بشكل عام. يعني على فكره، يعني من وجهه نظري ده الدرس الاقوى، مش بقول في التفاضل، الدرس الاقوى في الرياضه يعني على الاطلاق. وانا هخليه اصعب. ان هنبوظ اللي هنبهدله خالص، هبوظ البايظ. بص يا معلم، الموضوع بجد في الدرس ده محتاج تركيز، وهو بيبقى كل مسألة ولها ظروفها. عيب الدرس احنا عاملين له خطوات، بس برضو بيبقى في كل مثال في لقطة، في تشغيل دماغ بطريقة ما. فاهم ازاي؟ الفرضيات اللي بتتحط على الرسم، لان هيبقى في رسم دلوقتي، بتبقى عايزة ايه؟ واحد يبقى مرن شوية، فاهمني؟ ويلقطها كده ايه، سريعا شوية، عشان ما يصعبش الامور على نفسه. بس ما عنديش مشكلة فيه ان هو درس واحد، صح ولا لا؟ درس واحد، ما عنديش من الدرس ده سبعة تمانية فنقول يا نهار اسود الدنيا باظت وهنعمل ايه وهنسوي ايه. هو واحد فمقدور عليه. احنا عاملين له ورق ومقسمينه لافكار، اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا. النهارده اشرح اولا بس دي اكبرهم. اولا بس، وممكن ما تخلصش كلها كمان. افكار المستطيل، يعني كل ما هو يحتوي على رسمة مستطيل. بس يعني ايه البند الاول؟ هو طبعا البند اللي هو واخد 50 60% من المسائل، واخد بالك؟ 50 60% من المسائل، وبقيه البنود واخده ايه؟ ال 40% اللي بقى، فاهمني؟ بس هو اكتر حاجه المستطيل. بص يا سيدي، الدرس اسمه تطبيقات على القيم العظمى والصغرى، وفي ناس هتحبه والله، يعني في ناس هتحبه. بيقول لك عشان نحل بالدرس ده احنا مضطرين نمشي باربع خطوات رئيسيه. اللي هي ايه يا ريس؟ قال لي اولا هنعمل علاقه بين مجهولين اللي هم غالبا 99% بيبقوا س وصاد. عايز اعمل علاقه بين ايه يا جدعان؟ مجهولين س وصاد، يعني عايز معادله يبقى فيها س وصاد. تجيبها منين المعادله دي؟ تتصرف. فاكر المعدلات الزمنيه؟ كنا ممكن نجيب علاقه بين س وصاد عن طريق الايه؟ والله ممكن قانون، ممكن يكون قانون، ممكن يا جدعان نعمل تشابه، صح ولا لا؟ ممكن نعمل فيثاغورس، طبعا ممكن من الايه؟ توازي، ممكن يكون اقليدس، شويه الحاجات الحلوه اللي انت عارفهم دول. تمام؟ هيبان دلوقتي من الرسم. ممكن قانون، ممكن قانون محيط او مساحه، هيحصل دلوقتي على طول في اول مثال. ممكن يا باشا العلاقه دي تبقى قانون محيط او مساحه او حجم. ممكن تبقى تشابه لو في مثلثين. ممكن يبقى فيثاغورس لو كان مثلث قائم، يبقى اكيد هعمل نظريه فيثاغورس، وده هيحصل كتير قوي 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 على فكره. ممكن توازي، ممكن اقليدس لو كان في مثلث قائم نازل منه عمودي. كل مساله ولها ظروفها وهنعرف دلوقتي. انا بس مش عايز اعيد شرحهم تاني، لان احنا شرحناهم قبل كده في المعدات الايه؟ الزمنيه. خليهم يقابلونا ونحل عليهم على طول. العلاقه الاساسيه. ايه العلاقه الاساسيه دي؟ انا العلاقه الاساسيه دي اللي بنقول عليها داله الهدف. يعني ايه يا باشا داله الهدف؟ قال لي والله طول ما احنا بنحل في المسائل دي، الراجل ده دايما هيبقى عنده صيغه مبالغه غير طبيعيه. يقول لك انا عايز اكبر محيط، انا عايز اكبر مساحه، انا عايز اصغر محيط، انا عايز اصغر مساحه. دايما لما يجي يقول لي انا عايز اكبر محيط، يبقى هكتب قانون المحيط واعتبره ده الهدف بتاعي، ده اللي هحل عليه، دي المساله بتاعتي على فكره. لما يقول لي عايز اصغر مساحه، اكتب قانون المساحه ودي داله الهدف بتاعتي، هي دي الداله اللي هشتغل عليها. ودايما تلاقيه كده يقول لك ايه؟ انا عايز اكبر حاجه او ايه يا جدعان؟ او اصغر حاجه. بنعرفها داله الهدف ان هي بتبقى جايه ورا كلمه اكبر من او اصغر من. خلاص؟ اول ما يجي يقول لك اكبر محيط، يبقى داله الهدف هي المحيط على فكره. يقول لك انا عايز اكبر مساحه، داله الهدف هي المساحه. اكبر طول، داله الهدف هي الطول. يجي يقول لك ايه؟ في نافذه مثلا في مساله من المسائل، يقول لك في نافذه تسمح بمرور الضوء، وعايز اكبر كميه ضوء ممكنه. والله اكبر ضوء ممكن يحصل لما يبقى في اكبر مساحه للشكل، صح ولا لا؟ فتعرف ان داله الهدف هي المساحه. فالمهم علاقه بين مجهولين س وصاد، دي العلاقه الاساسيه، او بنقول عليها داله الهدف. الهدف من المساله ايه؟ اكبر محيط ولا اكبر مساحه ولا اكبر ايه بالظبط؟ انت عايز ايه؟ ودايما يبقى في كلمه اكبر او كلمه ايه؟ اصغر. بعد كده الاشتقاق يساوي صفر. ليه يا باشا اشتق واساوي بصفر؟ قال لي والله بشتق واساوي بصفر عشان اجيب حاجه اسمها النقط الحرجه.
اشتق واساوي بصفر عشان اجيب حاجه اسمها النقط اللي ايه؟ النقط الحرجه للداله بتاعتك دي. طب وبعدين بعد ما تجيب النقط الحرجه بتاعتك دي، فاكر لما كنا نجيب نقط حرجه يطلع لي هنا مثلا هنا واحد وهنا اتنين نقط حرجه. المفروض لو الداله دي طالع نازل يبقى عند الواحد فيه قيمه ايه يا جدعان؟ عظمى. طب ولو ده نازل وبعدين طالع يبقى عند الاثنين فيه قيمه ايه؟ صغرى. فانا لما بشتق واساوي بصفر انا بجيب الاماكن دي. فالراجل لو عايز العظمى اكبر حاجه ناخد اللي عند الرقم ده، ولو عايز اصغر حاجه ناخد اللي عند الرقم ده. فاهمني؟ اكبر حاجه ناخد الرقم ده واصغر حاجه ناخد الرقم ده. بس في الدرس ده يا جدعان الناس ما بتعوضش جوه قانون المشتقه الاولى، بيعملوا حاجه احلى. بيروحوا بعد ما يجيبوا النقاط الحرجه يروحوا يجيبوا حاجه اسمها المشتقه الثانيه. والمشتقه الثانيه دي لو هي اكبر من صفر بيعرف ان الحله مليانه، ويعرف ان الداله دي ليها قيمه ايه يا جدعان؟ صغرى ليها قيمه صغرى محليه. فاكر الكلام ده؟ طيب لو اشتق مره تاني فلقى ناتج الاشتقاق المره الثانيه اقل من صفر. انت عارف اقل من صفر يعني الحله ايه؟ يبقى الداله دي ليها قيمه ايه يا جدعان؟ عظمى. في الحاله دي ناخد ايه؟ الرقم بتاع اكبر حاجه. الخطوه الاخيره دي بصراحه مش دايما بنعملها. يعني انا هعملها لك في اول وتاني مساله، بعد كده كل سنه وانت طيب خلاص مش هعملها تاني. ليه بقى مش هعملها؟ لاني بص 99% من المسائل لما تشتق وتساويها بصفر هيطلع لك اجابه واحده. 99% من المسائل لما تشتق وتساوي بصفر يطلع لك كام اجابه؟ فالاجابه اللي هتطلع دي هي اللي هاخدها واعوض بيها وخلاص، هي دي اللي هتجيب لك اكبر حاجه او اصغر حاجه انت عايزها. طب امتى ابقى مجبر على المشتقه الثانيه يا جدعان؟ لو انا اشتقيت وسويت بصفر فطلع لي كام اجابه؟ 2. لو طلع لي اجابتين فكده انا في ورطه. يبقى فيهم واحد هيطلع اكبر حاجه وفيهم واحد هيطلع ايه يا جدعان؟ اصغر حاجه، صح ولا لا؟ فانا لازم اعمل المشتقه الثانيه عشان اشوف مين اللي هيطلع عظمى ومين اللي هيطلع ايه؟ صغرى. انما لو الاشتقاق طلع الاشتقاق اشتقينا وسوينا بصفر طلعت اجابه واحده، مضطر انا ملزم بالخطوه دي؟ لا مش ملزم، كبر دماغك منها. تفهم الكلام ده قوي 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 عملي مع اول مساله. يعني نخش يلا يا باشا في اول مساله. يبقى انت بص من الاخر، علاقتين اشتقاق تعويض على فكره زي المعادلات الزمنيه، علاقتين. فاكر خطوات المعادلات الزمنيه كانت ايه؟ معدل علاقه اشتقاق تعويض، معدل علاقه اشتقاق. تطبيقات القيم العظمى والصغرى تبقى ايه؟ علاقتين اشتقاق تعويض، علاقتين. يا مستر ما انت بتقول علاقتين اشتقاق وبعدها تحديد نوع القيمه. لا يا عم فكك منها يا عم، مع مرور الوقت هتعرف ان هو كلام فاضي ملوش لازمه. الخطوه الرابعه دي هيبقى معدل، هيبقى علاقتين اشتقاق تعويض، علاقتين اشتقاق ونعوض عشان نرد على السؤال بتاعه اللي هو اكبر حاجه هتبقى كام بالظبط او اصغر حاجه هتبقى كام بالظبط. علاقتين اشتقاق تعويض، علاقتين واشتقاق. طب اعرف ازاي ان دي اصلا تبع درس تطبيقات القيم العظمى والصغرى مش تبع درس المعدلات الزمنيه؟ المعدلات الزمنيه لازم يديك معدل يكون اخره لكل ثانيه لكل دقيقه لكل ساعه، يعني يكون واضح ان هي معدلات ايه يا جدعان؟ زمنيه، يديك زمن. انما هنا ما بيجيبش سيره الزمن خالص. دي حاجه. الحاجه الثانيه دايما يبالغ في الكلام، دايما يقول لك انا عايز اكبر محيط. لما كناش بنقول كده في المعدلات الزمنيه، كنا بنقول عايزين معدل الانزلاق، معدل الكذا، صح ولا لا؟ هنا يجي يقول لك انا عايز اكبر حاجه، عايز اصغر حاجه. طالما بتبالغ قوي في الكلام بتاعك واوفر قوي كده يبقى انت تطبيقات قيم عظمى وصغرى. طالما انت اوفر قوي فانت في اخر درس في التفاضل يا ريس. نتكل على الله. خش على اول سؤال. مستطيل محيطه 18 سم، اوجد بعده لكي تكون المساحه ايه يا جدعان؟ اكبر ما يمكن. فانا عايزك سلام لو اول مثال ده اطلعه منكم انتوا اجابته اعمل ايه يبقى حاجه زي الفل. مستطيل محيطه 18 اعمل ايه؟ انا عايز واحد رايق. اعمل ايه الاول؟ ارسم يعني مستطيل. ادي المستطيل. مستطيل محيطه 18، تعرف طوله وعرضه كام؟ فهروح اعمل ايه؟ س وصاد. س هسمي ده س وده صاد او العكس. ثانيه واحده، هو بيقول المحيط كام؟ تعرف المحيط ده بيجي ازاي؟ الطول زائد العرض الكل. الطول زائد العرض الكل في 2. يعني المفروض ادي س زائد صاد الكل في 2 يساوي 18. طب ما نقسم على الاثنين سهلها شويه. وفي ناس على طول يقول لك ما كله 18 يبقى الاثنين دول بنص المحيط ب9 على طول ويخلص. ماشي يا عم. عموما هنقسم على الاثنين، نقسم على الاثنين يبقى س زائد ص بيساوي كام؟ الحمد لله.
اول خطوه اتكلمنا عنها حصلت، اللي هو علاقه بين مجهولين اهو. اول خطوه علاقه بين مجهولين، حصل مستطيل س ص، واي مستطيل هنرسمه النهارده هيبقى فيه س وص. س وص، ما انت اكيد المستطيل اللي هدولك ولا هديك طول ولا هديك ايه. فمن الاخر في حاجات اساسيه، عارف انت، في حاجات بدايه كده. مستطيل يبقى فيه س وص على طول. يلا محيطه 18 يبقى س زائد ص ب9، دول نص محيط. يلا يا باشا اوجد ايه؟ يعني عايز ايه؟ ماشي، ده الطلب. لكي تكون المساحة أكبر ما يمكن. المساحة أكبر ما يمكن. ابتدى يبالغ أهو، صح ولا لأ؟ المساحة أكبر ما يمكن. يلا دي العلاقة الأولى جبناها. العلاقة الثانية بتاعت الهدف. إيه الهدف؟ الهدف هو المساحة. والمساحة بتساوي يا جدعان؟ المساحة بتساوي طول في عرض، صح ولا لأ؟ المساحة بتساوي س ص. بس في حاجة، المعدلات الزمنية. انت دلوقتي بعد العلاقتين بتعمل ايه؟ في المعدلات الزمنية ما كانش عندي مشكلة خالص خالص ان انا اشتق معادلة فيها 3 مجاهيل. ما كانش عندي مشكلة خالص في الكلام ده في المعدلات الزمنية. على فكرة فاكر لما كان يبقى عندي مسألة مثلا سلم، وكان يبقى دي س ودي ص، او مش سلم اي حاجة تاني، وكان يبقوا 3 متغيرين س وص وف، كنت اقول له س تربيع زائد ص تربيع بيساوي، واشتقها بقلب مليان عادي جدا. اشتقاق دي 2 س ده س ده النون، 2 ص ده الص ده النون، 2 ف. فاكر الكلام ده؟ وكان عادي جدا لسبب، لان الراجل كان المعدلات دي كان بيديك منها، ما كانش بيسيبها ضايع، كان بيدي لك هو منها تعوض بيها. والسين والصاد كان يجي يقول لك عند كذا وكذا مثلا، فانت تجيب الثالثه من نظريه. فما كانش عندي مشكله خالص المعدلات الزمنيه. هنا لا، هنا يا باشا ما ينفعش العلاقه اللي هتشتقها يبقى فيها مجهولين حتى مش 3، لازم مجهول واحد، لازم واحد بس. طب وبعدين؟ اصل في واحد يقول لك علاقتين اشتقاق، لا ما اشتقش دي، مش هينفع اشتق دي خالص، لازم توحد لي المجاهيل دي. اوحدها ازاي؟ اقول له المساحه بتساوي يا باشا، مش هي س في ص؟ طب ما نعوض بدل الصاد بكام؟ 9 ناقص، امال ايه لازمتها دي؟ صح ولا لا؟ يبقى اروح اقول له س في بدل الصاد 9 ناقص س. الف مبروك. يبقى المساحه بتساوي، وزع بقى، س في 9 ناقص س في س. بس دي الهدف على فكره، بروزها. انا عملت علاقتين، علاقه فيها س وصاد وعلاقه فيها مساحه، بس خدت من الاولى وحطيت في مين؟ دايما هيبقى كده، هتاخد من الاولى وتحط في الثانيه عشان تبقى مجهول واحد، عشان ايه؟ ربنا يكرمنا في الاشتقاق. يلا نشتق. اشتق م شرطه بتساوي. في المعدلات الزمنيه ما كناش نقول م شرطه، كنا نقول ده الميم ده النون، معدلات زمنيه. هنا لا، اشتقاق بالنسبه للسين، اشتقاق بالنسبه للرمز اللي بره. فزي ما اقول لك اشتقاق صاد شرطه، يبقى اشتقاق م شرطه. انما عارف لو دي معدلات زمنيه كنا قلنا ده الميم ده النون، لكن دي مش معدلات زمنيه، ده اشتقاق عادي بالنسبه لسين، اشتقاق بالنسبه لسين. فاللي هو اشتقاق دي بالنسبه لسين هيبقى اسمها د م د س، يا تقول م شرطه وخلاص، زي د ص د س هنقول ص شرطه. يلا اشتق دي تبقى كام؟ واشتق دي كام؟ بعد الاشتقاق بسود كام؟ انت عارف الكلام ده لما يتساوي بصفر تطلع دي بره واقسم، يطلع السين بكام؟ حلوه قوي. اللي جاب س يجيب اصل على فكره هو السؤال بيقول لك اوجد ايه؟ اوجد س وصاد، ما هي بعدها س وصاد، صح ولا لا؟ فانت جبت س، تعوض تجيب ايه؟ عوض فين؟ في اللي فيها س وصاد، ما انت معاك س، عوض هات الصاد. يلا حط الس بكام؟ تطلع بره بعكس الاشاره، يبقى الس ب 4.5 تطلع بره، يبقى الصاد بكام؟ بس كل سنه وانت طيب، بس انا سؤالي خلص. حد لاحظ حاجه؟ ايوه احب انا الملاحظات دي. اكبر مساحه للمستطيل، اكبر مساحه للمستطيل بتحدث عندما يتحول الى مربع. اكبر مساحه للمستطيل بتحصل عندما يتحول المستطيل الى ايه؟ مربع. 4.5 صح. فهمت القصه ماشيه ازاي؟ انا كده خلصت. اسمع منك انت بقى اللي جاي. عقل مفتوح يحد من احد الجوانب نهر مستقيم. حته غيط قدامها نهر على الشط على طول، الراجل ده منه للغيط منه للميه على طول. المهم بص يا سيدي، يحد نهر مستقيم. حدد كيفيه وضع السياج. عارف ايه السياج؟ ايه السياج؟ سور يعني. حدد كيفيه وضع السياج.
حول الجوانب الاخرى. ما انت واخد بالك من حول الجوانب الاخرى دي ليه؟ مش هيحط ناحيه النهر السياج، هو ده ميه خلاص بقى، يحط حول الباقي. من قطعه ارض ايه يا جدعان؟ مستطيله من الحقل ده، الحقل ده هياخد حته منه مستطيله يعملها سياج كده. للاحاطه باكبر مساحه، للاحاطه باكبر ايه؟ والراجل ده معاه 800 متر بس من السياج، يعني معاه 800 متر سلك، عايز ايه ده المتاح ليه. بص يا باشا، هو كرسم انا متخيل الموضوع كالاتي. ادي نهر، هو الراجل قايل مستقيم، ماشي يعني، ده نهر خلاص يا جدعان، ده النهر اهو، ده النهر. في بقى ايه؟ حقل كده، حقل مستطيل، هو اللي قال عايز، او الحقل ده هياخد منه قطعه ارض مستطيله، مش هياخد الحقل كله، هياخد مستطيل ويروح هو ده. المهم المستطيل ده تعرف طوله؟ يلا يلا سريعا، تعرف عرضه؟ ثانيه بقى، انا رسمت، بعد الرسم المفروض عايز علاقتين واشتق واحده منهم، صح؟ فين العلاقه الاولى؟ انت مش بتقول 800 متر سلك؟ انت عارف السلك هيتحط الناحيه دي وهيتحط الناحيه دي وهيتحط الناحيه دي ويتحط الناحيه دي؟ لا، حتى راجل كلام واضح على فكره. لو حطيت سلك الناحيه دي فانت حتى يعني مش عملي خالص، حتى مش واقعي. حط على النار ليه؟ اصل هو بيقول لك ايه؟ بص، وضع السياج حول الجوانب الايه؟ الاخرى، مش هيحط على النار. المهم عايز حد يديني علاقه الاولى. طيب حد، عسل قوي، لو دي س يبقى دي كام؟ ففي ناس قالت لك يبقى 2 س زائد ص ب 800، صح الكلام ده؟ ده كلام في الجون يا ريس. طب ليه ما قلتش س زائد ص الكل في 2؟ ما هنا ما فيش سلك، فاضطريت امشي ضلع ضلع، فاهم ازاي؟ اللي هو بدائي كده، س وصاد وس، اللي هم 2 س وصاد 800 متر، يبقى 2 س زائد صاد بيساوي 800. الحمد لله، دي حاجه حلوه قوي ان انا يبقى عندي علاقه، على فكره حاجه جامده قوي. عندي علاقه اولى، في علاقه ثانيه اللي هي داله الهدف ذات نفسها. ايه الهدف؟ اكبر ايه؟ المستطيل، صح ولا لا؟ او عادي، المساحه بتساوي ايه في ايه؟ طول في عرض، حتى لو حته مفتوحه. على فكره الحته المفتوحه دي ما تقللش المساحه في حاجه بالمناسبه، صح ولا لا؟ المساحه طول في عرض، كل اللي جوه. المحيط هو اللي يتغير لان في ضلع ناقص، لكن المساحه لا. فالمساحه هتبقى طول في الايه؟ يعني س في ايه يا جدعان؟ في صاد. بس انا دي هشتقها دلوقتي، علاقتين واشتق، علاقتين واشتق، علاقتين. ينفع اشتق العلاقه دي؟ لا هتبهدل، مش هتبهدل، مش هينفع. ما فيش، ما مش هينفع، دي اللي صاد شرطه وبتاع ومش هينفع. لازم يبقى مجهول واحد، فاقول له مين بتساوي، خليها س في بدل الصاد، بدل الصاد 800 ناقص 2 س، يبقى المساحه بتساوي س في 800 ناقص س في سالب 2 س. اعمل ايه دلوقتي؟ انطلق يا فخر العرب، الاشتقاق بيساوي كام؟ واساويها بكام؟ على فكره ده يطلع بره، يبقى الس ب 200 ولا ايه يا جدعان؟ حل انت المعادلات دي، الس ب 200. خلص السؤال؟ لا، الصبر. الاصول على فكره، واحد يقول لك ايه؟ مستر المفروض، ودي غلطه مني لا تغتفر على فكره، عشان ده اول مثال المفروض كنت اشرح لك عليه. دي مشتقه ايه؟ المفروض اروح اجيب مشتقه ايه؟ لو جبت مشتقه ثانيه دي بكام؟ وده هيطلع ايه؟ انت عارف سالب يعني ايه؟ يعني ليها قيمه ايه؟ بس يبقى انا عارف ان عند ال 200 هيبقى في اكبر حاجه للمساحه، صح ولا لا؟ ما هي الداله اصلا داله مساحه، صح ولا يا جدعان؟ عند ال 200 المشتقه الثانيه طالعه ايه يا جدعان؟ سالبه. بس هو انا قلت لك لو الاجابه طلعت رقم واحد لازم نعمل الخطوه دي؟ لا مش لازم. فاهمني ولا ايه؟ لازم اعمل الخطوه دي؟ لا ليه؟ خلاص، هو رقم واحد هو اللي هيطلع لك اللي انت عايزه. كان امتى ابقى متورط ولازم اعمل المشتقه الثانيه؟ لو اجابتين انا عايز اشوف مين اللي هيطلع اكبر حاجه ومين اللي هيطلع اصغر حاجه، عشان ارد على سؤاله. عايز اكبر حاجه اجيبها له، عايز اصغر حاجه اجيبها له، صح ولا لا؟ لكن خلاص، فما علينا. يلا، السين بكام؟ ب 200. طب اخد السين ب 200 دي واعمل ايه يا جدعان؟ هو الراجل عايز ايه؟ فين طلبه على فكره؟ لا 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 لا، ده الطلب بتاعه بيقول لك حدد كيفيه وضع السياج. انت عارف يعني ايه حدد كيفيه وضع السياج؟ يعني عايز اعرف هتحط هنا كام وهنا كام وهنا كام، ادي الطريقه، صح ولا لا؟ بقول لك شوف لي هتحط سياج ازاي. يعني عايز طول وعرض على فكره، هتقول لي على فكره انا هعمل كذا طول وكذا عرض، يبقى عايز سين وايه؟ زي السؤال اللي فات، عايز سين وسط. طب السين بكام؟
طب ما تحط هنا 200، 200 في 2 تطلع بره بعكس الايه؟ يبقى ص بتساوي كام؟ بس يبقى اقول له على فكره هي كده، ادي كيفيه وضع السياج، حط هنا 200 وهنا 400 وهنا 200 بس. صعبه؟ نقول تاني. طب خد اللي جايه دي كده، بيقول لك ايه؟ يراد تصميم ملصق مستطيل الشكل، كله مستطيلات. انت هتزهق النهارده مستطيلات، بس خلي بالك كده. انت عارف ايه ملصق؟ ورقه. ورقه بس يعني هتبقى ملزوقه كده. يراد تصميم ملصق. يقول لك ايه؟ مستطيل الشكل يحوي على 800 سنتيمتر مربع. خلي بالك دي رقم مساحه دي على فكره، عشان قال سنتيمتر مربع. يحوي على 800 سنتيمتر مربع من الماده الايه؟ مطبوعه. يعني الحبر اللي جوه ده 800 سنتيمتر مربع. وكان الهامشين، ده كده الكتابه مش على كل الورقه. مفيش ورقه في الدنيا بيبقى الكتابه عليها كلها، صح ولا لا؟ بيبقى فيه هامش من فوق ومن تحت ومن يمين وشمال، صح ولا لا؟ حته فاضيه كده صغيره عشان الطبعه تمسكها. فالمهم يعني وكان. يلا يا باشا، بص بقى الحته اللي جايه دي. وكان كده الماده المطبوعه هتبقى هنا يا شباب، صح ولا لا؟ دي الماده المطبوعه. دي على فكره هو قال ان هي مساحتها كام؟ قال دي 800 سنتيمتر مربع من الماده المطبوعه. بص، وكان الهامشين العلوي والسفلي كام؟ يعني هنا في 10 سم فوق وفي 10 سم تحت. الهامش الكبير قوي بس ما علينا. يلا. وكان الهامشين من الجوانب كام؟ هنا في 5 سم هامش وهنا في 5 سم هامش. ماشي. ما بعد الملصق اللذان يجعلان مساحته اصغر ما يمكن. مساحته اصغر ما يمكن. ما بعد الملصق عشان يخلوا مساحه الملصق اصغر ما يمكن. اولا صبر. بص يا باشا، اولا انا دلوقتي عندي المستطيل اللي بره ده ما اعرفش طوله وعرضه، ولا المستطيل اللي جوه اعرف طوله ولا ايه ولا عرضه. اروح اسمي مين فيهم س وصاد؟ انت كده هتلخبطني. هنا كان مستطيل واحد فالدنيا كانت حلوه، س وصاد. هنا كان مستطيل واحد فالدنيا كانت جميله، س وصاد وخلصنا. هنا انت لبستني في كام مستطيل؟ في كام مستطيل؟ اسمي اللي جوه اللي بره. ما حدش يرد، محدش يرد. والله الاثنين صح، بس فيهم واحد هيبقى اسهل من الثاني. فانا هقترح عليك اقتراح. هو مبدئيا لو انا سميت اللي جوه دي س، لو سميت دي س، ده المستطيل اللي جوه لو سميته س، عارف اللي بره هيبقى ايه؟ هيبقى س زائد 10 زائد 10 يبقى س زائد 20، صح ولا لا؟ مش 10 حته فوق، مش في حته فوق وفي حته تحت. طيب تاني. طب خلينا بالارقام، هنا بالارقام. ماذا لو الحته دي طولها 80 سم؟ من هنا لهنا 80 سم، يبقى من هنا لحد هنا كام؟ هيبقى دي 80 صح؟ وتزود فوق كام؟ وتزود تحت كام؟ يبقوا كام يا جدعان؟ بس. فلو دي س يبقى الحته الطويله دي تبقى س زائد كام؟ ليه 20؟ يعني 10 فوق 10 تحت. ما انت هتزود 10، تزود الحته اللي فوق واللي تحت. هتزود 10 فوق 10 تحت، يبقى س زائد كام؟ 20. خد اللي جايه دي، هي لو دي صاد اللي جوه ودي 5 ودي 5 يبقى دي كام؟ يبقى دي صاد وتزيد 5 هنا و5 هنا يبقى صاد. يا جماعه ما انت بتزود يمين وشمال، صح ولا لا؟ دي فرضيه. لو اعتبرنا دي س هتبقى س زائد 20. طب تعالى بقى نعمل العكس. ماذا لو كان اللي بره س؟ الله عليك. يبقى اللي جوه كام؟ ليه؟ اللي جوه نفس اللي بره بس هينقص 10 فوق و10 تحت. فلو اللي بره س يبقى اللي جوه ايه؟ س ناقص 20. ايه ده؟ يعني انا دلوقتي السين دي كان ممكن اسميها بره واجيب اللي جوه، والصاد نسميها بره ونجيب اللي جوه، او تسمي اللي جوه ده س وصاد ونجيب اللي بره واللي بره، صح ولا لا؟ بس عايز احسن حل. هو بيقول لك مساحه الماده المطبوعه كام؟ اللي مديك رقمها خليها هي دي اللي فيها س وصاد. اللي مديك رقمها ال 800 دي مساحه المستطيل الكبير ولا الصغير؟ خليه هو اللي يبقى اسمه س وصاد. هترتاح، تجيب علاقه سهله كده والدنيا تبقى حلوه خالص. اللي مديك رقمها خليها هي ايه؟ س وصاد. فانا هسمي دي يا جدعان يلا، وهسمي دي ايه؟ وبالتالي اوعى بقى ايه ما تزعلنيش في اللي جاي. لو دي س تبقى دي كام؟
يبقى س الله تبقى س زائد 20. طب ودي تبقى كام؟ ص زائد 5. بس خلاص اسمع من حضرتك يلا. عايز علاقتين واشتق وارجع اعوض، علاقتين واشتق واعوض، علاقتين واشتق واعوض، علاقتين واشتق واعوض. علاقتين، العلاقة الأولى هو مش في رقم هنا؟ ما ده علاقة ده. هو المادة دي مساحة يا جدعان، صح ولا لا؟ مساحة بتساوي ايه في ايه يا جدعان؟ طول في عرض، يبقى ايه يعني؟ س في ص يساوي كام؟ 800. صح؟ اديني علاقة تاني، علاقة تانية اجيبها منين؟ هو عايز الملصق. الملصق مساحته تكون ايه يا جدعان؟ خلاص يبقى الهدف مش انا قلت الهدف تلاقيه عن كلمة اصغر من او اصغر ما يمكن او اكبر ما يمكن. خلاص يبقى الهدف ان المساحة اصغر. مساحة مين؟ الملصق. مين يقول لي مساحة الملصق بتساوي ايه؟ الطول في العرض. الطول في العرض يبقى ايه يا جدعان؟ س زائد 20 في. ايوه بس دي علاقة قاسمة. انا ما ينفعش يبقى عندي غير كله مجهول واحد، انما س وصاد هنستعبط وهنشتق ازاي دلوقتي؟ الكلام ده كان في المعدات الزمنية يا عم. ينفع تطبيقات قيم عظمى وصغرى لبسنا في الحيط لازم مجهول واحد. فانا اعوض مكان مين؟ يا مكان السين يا مكان الصاد. على فكره الاثنين صح. خلينا مكان الصاد، انت بتحب الحاجات اللي فيها سين اكتر. سيب السين يا عم. عايز خليها ايه والسين موجوده. هيبقى المساحه بتساوي س زائد 20 في بدل الصاد. بدل الصاد اصل ده مش هيطلع بعكس الاشاره، ده ضرب فهيبقى مقسوم. عكس الضرب اسمه. يبقى بدل الصاد يا جدعان 800 على ايه؟ زائد كام؟ ثم اضربهم بقى. في واحد يقول لك اشتق دلوقتي. اشتق براحتك، هو ينفع؟ هو فيها كام مجهول؟ خلاص اشتق. بس انا عن نفسي لا يا عم، انا اروق عليها الاول واضربها وبتاع واشتقها وخليني ماشي كده جنب الحيط في الاسئله دي. س في 800 على س 800 بس. طب س في 10. طب 20 في 800 على س 3 اصفار 0 و0 و0 و2 في 8 ب 16 على س. خفش. و20 في 10 بكام؟ ب 200. بعد ما ضربنا وظبطنا وعلاقه وكلها س والدنيا حلوه اشتق بقى. يلا يبقى م شرطه بيساوي مشتق دي كام؟ مشتق دي كام؟ عارف مشتق دي كام؟ سالب 16000. يا جدعان اتعود بقى. مشتقة يا جماعه مشتقة الواحد على س سالب 1 على س تربيع. مشتقة 5 على س سالب 5 على س تربيع. مشتقة 16000 على س سالب 16000 على س. لسه هطلع فوق شغل البدائي ده. وده ثابت مشتقته بكام؟ صفر. المهم بعد ما اشتق بساوي بكام؟ بساوي بصفر. ده يطلع بره هيبقى 10 بيساوي 16000. اطلع ده او ده براحتك، كل واحد ودماغه بقى. 16000 على ايه يا جدعان؟ واللي ملوش مقام نديها قوم س تربيع بتساوي تحت كام وفوق 16000. يعني طالعه 1600. فنروح نعمل لها ايه؟ يلا فخر عربي اعمل لها جذر. فالسين بتساوي كام؟ موجب او سالب 40. س يساوي 40. س يساوي سالب 40. سالب ده ايه؟ مرفوض. ليه مرفوض؟ يا باشا ده طول. حضرتك انت كاتب س ده طول المستطيل. سالب ازاي يعني؟ اللي هو مرفوض. اتبقى معاك كم رقم؟ 40 رقم. كام رقم؟ 40. اتبقى معايا رقم واحد. لازم اعمل المشتقه الثانيه؟ لا. هو كام رقم؟ خلاص اتكل على الله. اصل انا هجيب المشتقه الثانيه هتبقى غلس وترجع مش عارف تشوفها موجبه ولا سالب. لا يا سيدي على مسؤوليتي كبر دماغك. ما هي اجابه واحده اللي طلعت وخلاص بقى. هي دي س يساوي كام؟ 40. طب انا خلصت السؤال؟ لا، لان الراجل بيقول لك ايه؟ ما بعد الملصق. نعمل ايه يا جدعان عشان نجيب بعد الملصق؟ هي س بكام؟ حط هنا س ب 40 صح؟ ارجع العلاقه دي. ما هو انا جايب ليه علاقه في اول السؤال. كل ما تزني ارجع لها اعوض فيها هي. كل ما تزني والاقي نفسي حاجه ناقصه ارجع لها هي. س بكام؟ اقسم على ال 40 هنا وهنا يبقى صد كام؟ بس ثانيه واحده. بس دول بعد الماده المطبوعه. هو عايز بعد ايه يا جدعان؟ الملصق كله كل ورقه كلها. خلاص ماشي.
هي دي الطول ده هيبقى، او الحته دي هتبقى س زائد كام؟ السين بكام؟ هيبقى 40 زائد 20، يبقى بعد الملصق كام يا جدعان؟ وحط يلا هنا 20، 20 و10 كام؟ يا سلام عليك، انت انسان محترم. اوجد اكبر مساحه لمستطيل يمكن رسمه داخل دائره. يبقى اروح اعمل ايه دلوقتي؟ جواه مستطيل. خلينا كده نمشي كده ايه، ما هو الموضوع محتاج فعلا الحاجات دي. اروح ارسم دايره جواها مستطيل. طب يا عمي ادي الدايره، والله حلوه 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 حلوه. يلا، اوجد اكبر مساحه لمستطيل يمكن رسمه داخل ايه؟ دائره. الدايره دي نص قطرها كام؟ خليك فاكر النق باربعه. بصوا يا جماعه، ندردش كده مع بعض. المستطيل ده هو مش عايز مساحه المستطيل؟ الكلام على مستطيل برضه. المستطيل ده فيكم في حد من اللي قاعدين عارف طوله كام؟ حد عارف عرضه كام؟ فانا هضطر اسميهم ايه؟ كالعاده يعني. فاهم ازاي؟ مفيش جديد. انا هروح اسمي دي يا باشا س اهي. اروح مسمي دي س عشان تبقى ظاهره اهي، ودي ص. ماشي. بس حضرتك عايز علاقتين واشتقاق. علاقتين واشتقاق، علاقتين واشتقاق. العلاقه الاولى نجيبها منين؟ في بص، في نص قطر وانت ما استخدمتوش، خليك فاكر. ما هو اكيد نص القطر اللي هو باربعه ده مش موجود كده والسلام. في حد راح عامل كده ايه؟ ده نص قطر باربعه، ده نص قطر باربعه، يبقى كله على بعضه كام؟ خد اللي جايه دي. هو مش ده مستطيل؟ يعني دي زاويه قائمه. زاويه قائمه، يبقى ده ممكن نعمل نظريه. صح ولا لا؟ دي انت المفروض بتبقى عارفها على طول، بتبقى باينه قدامك. مثلث قائم في ظهور على طول. يبقى اقول له س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 8 تربيع. صح كده؟ اوكي. يلا مليني كده اكتب ايه؟ س تربيع زائد ص تربيع 8 تربيع. تمام؟ ادي علاقه. محتاج واحده كمان. الثانيه دي اللي هو الهدف اللي هو عايزه. هو عايز ايه؟ الراجل ده بيقول لك اوجد اكبر ايه؟ مساحه. والله يا باشا مساحه المستطيل بتساوي طول في عرض. س في ايه؟ في ص. مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض. مساحه المستطيل بتساوي طول في العرض. طب يا صديقي العزيز، في مشكله دلوقتي. والله يا جماعه انت بتقول لي يا مستر داله الهدف دي، الهدف دي اللي هي المساحه س في ص، لازم يا تبقى كلها سينات يا كلها صادات، انما مجهولين مش هينفع. هيجي واحد يقول لك خلاص نعوض مكان الصاد. اقول له انت كده بتورطني على فكره. انت عارف لو عوضت مكان الصاد اللي يحصل؟ مش هي س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 64؟ طلع ده بعكس الايه؟ هيبقى ص تربيع، الصبر بس، الصبر، الصبر يا جدعان. هيبقى 64 ناقص س تربيع. ايه اللي يمشي التربيع؟ الجذر. يبقى ص بتساوي موجب او سالب جذر 64 ناقص. هتقول لي يا عم ده طول وعرض فلازم يبقى موجب. ماشي. في النهايه بقى انا هعوض مكان الصاد بايه يا جدعان؟ هيبقى جذر قدامه س، وهيبقى ضرب دالتين. وريني بقى، اقعد عيش بقى في الاشتقاق. اصلا اشتقاق الجذر، اصلا اشتقاق الجذر بيبقى مشتقة ما بداخل الجذر على 2 في الجذر. تخيل بقى لما يبقى الجذر ده محطوط قدامه س، مش كده هيبقى ضرب دالتين؟ يعني هيبقى الموضوع كده يا جدعان، م يساوي س وبدل الصاد الشله دي. تيجي تقول لواحد اشتق دي، يقول لك حاضر. مشتقة الاولى في الثانيه زائد مشتقة الثانيه في الاولى. مشتقة الثانيه دي ايه؟ دي مشتقة جذر. اللي هو ايه يا عم؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده يا ريس خالص خالص، ولا هنعمل الكلام ده خالص. امال ايه يا معلم؟ لا 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 لا. قال لك ربع العلاقه بتاعت الهدف. وايه ده؟ هو عادي؟ ممكن نربعها عادي؟ عادي جدا، مفيش اي مشكله. ربع دي تبقى ايه؟ وربع السين وربع الصاد. بس واتكل على الله. هيبقى م تربيع بتساوي س تربيع. عوض مكان مين؟ يعني لو ظهر لك ان دي فيها تربيعات، ربع دي برضه. يلا صاد تربيع بكام؟ اوكي. خلاص يبقى م تربيع بتساوي س تربيع في 64 ناقص س تربيع في س تربيع، ثم اشتق ولا ايه؟
علاقة في الثانية عوضنا ربعناها وعوضنا من هنا لهنا اشتق. مشتقة م تربيع 2 م شرط عادي، زي مشتقة ص تربيع 2 صاد شرط، مشتقة لام تربيع 2 لام شرطة، فمشتقة م تربيع 2 م شرط. مشتقة دي 2 في 64، مشتقة دي 4 س أس 3 بنقص من أس 1. بعد ما اشتق بروح أساويها بكام؟ صفر. والله يا مستر لما تساوي دي بصفر ممكن ناخد السين مشترك، صح ولا لا؟ مش السين متكررة، ناخد السين عامل، وفي ناس بتاخد الأربعة السين عامل مشترك. براحتك، دي صح ودي صح. عايز ناخد إيه؟ ماشي، اللي أنت عايزه اللي أنت عايزه. إحنا شغالين معاك يا ريس. 4 س مشترك، اقسم ده على 4. 4 لا 32، والسين راحت مع السين، ناقص 4 على 4 هتروح، والسين تكعيب على السين، سين ايه؟ يساوي بره كام؟ اما 4 س بصفر، واما 32 ناقص س تربيع بيساوي صفر. هنا هنقسم على الاربعه يطلع السين بكام؟ وده هنطلع بره بعكس الاشاره، هيطلع سالب والسالب يروح مع السالب، وناخد جذر تربيعي هيطلع س بتساوي موجب او سالب. يا عم اسكت بقى عشان خاطر ربنا. انا ما كتبتش السالب، حد عارف ليه؟ حتى الصفر هرفضه على فكره. يعني ايه س بصفر؟ يعني ما فيش مستطيل كده، صح ولا لا؟ يعني ما فيش اصلا. بس اللي هو السالب مرفوض خلقه، والصفر انت كده بتقول لي صفر، مستطيل طوله صفر يعني مش موجود، يعني احنا بنحكي في الخيال كده يعني كله ده. فخلاص يبقى السين بكام؟ ب 4 جذر 2. انا جبت س. ارجع للسؤال، هو الراجل كان عايز اكبر ايه يا جدعان؟ يعني مش عايز س، هو عايز المساحه. انت جبت السين، هو مش عايز، هو عايز المساحه شخصيا. اوجد اكبر مساحه، يعني اكبر جت مع كلمه اوجد، يعني المساحه ذات نفسها عايزها. اوجد اكبر مساحه، ارجع اعوض فين يا جدعان؟ في حلين. الحل الاولاني البدائي، شخص بدائي لسه ايه علاقته بالرياضه محدوده، ياخد السين يعوض هنا، يجيب مين يا جدعان؟ الصاد، وبعد ما يبقى عنده س وصاد يضربهم في بعض عشان يجيب الايه؟ المساحه، لان مساحه المستطيل الطول في الارض. انما لشخص كده جامد شويه يروح لمين يا جدعان؟ الحته اللي قبل الاشتقاق على طول. اللي قبل الاشتقاق على طول. معاك مين انت؟ ما انا عارف معاك س. معاك س، نعوض هنا ونعوض هنا، بس خلي بالك اللي طلع هيبقى ايه؟ المساحه تربيع، فيعمل لها يروح يجيب الايه يا جدعان؟ المساحه. عموما في واحد اذكى من الثلاثه، والله اذكى من الاثنين اللي عدوا. يقول لك ايه؟ اكبر 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 مستطيل بيحدث لما يكون مربع. فلو السين ب 4 جذر 2 يبقى دي بكام؟ ب 4 جذر 2 بس، وخلاص، ويضربهم في بعض. طب اقول لك على حاجه، انا عندي عيال السنه اللي فاتت كانوا مصرين يشتغلوا بالطرق دي، هو مش عاجبه ولا حاجه من اللي انا عملتها دي. قول له يا مستر ما اكبر مستطيل هيبقى مربع، انا مش هعمل ده كله في الامتحان. ينفع والله لو السؤال اختر شغال على فكره. طب هقول لك على حاجه، في خاصيه في مثلث القائم المتساوي الساقين بتقول لو ده 5 وده 5 يبقى ده كام؟ طيب لو ده 7 وده 7 يبقى ده كام؟ يعني اللي هنا يتضرب في كام؟ جذر 2. طب لو انا مديك اللي هنا وعايز اجيب اللي هنا، اقسم على كام؟ على فكره هو بقى راح قال لك ايه؟ يا مستر انا من الاول خالص انا عارف ان ده هيبقى مربع، المستطيل ده هيبقى مربع من الاخر. طب وبعدين؟ قال لي فضل عنده لا يبقوا زي بعض، وده بكام؟ 8. قال لي يبقى اجيب اللي هنا، اقسم 8 على كام؟ على جذر 2، لان هو عارف ان الضلعين دول هيطلعوا زي بعض زي اللي شرحتها هنا. فبيقول لك ده 8 يبقى ده 8 على جذر 2، على الاقل هيطلع 4 جذر 2، وده 8 على جذر 2 هيطلع 4 على جذر 2 بس، خلاص. والطول في العرض روح جايبهم وخلاص، خلص الموضوع. ما جبناش المساحه. س في ص 4 في 4 ب 16 وجذر يطلع 32، صح؟ يلا. الشكل المقابل دايره نص قطرها كام؟ 4. ده نصف دائره نصف قطرها 4، يعني من هنا لحد هنا دي 4. اوجد اكبر مساحه للمستطيل. فيجي واحد يقول لك ايه؟ بس احنا دي عارفينها، احنا بنروح نسمي دي س ودي صاد. بيني وبينك انا كنت شغال بالموضوع ده من الصبح،
بيبقى دي س ودي ص. لا هنا دي نص دايره مش دايره، خلي بالك الموضوع مختلف شويه، هنا نص دايره مش دايره. انا هسمي دي س فعلا، يعني دي انا ما عنديش مشكله اسميها س. وهسمي من هنا لهنا ايه يا جدعان؟ اللي بتقوليه ده عسل، وانا هقول ليه دلوقتي، بس انا هسميها صاد على دماغهم هم. فهي هنسمي دي س ودي صاد زي اي سؤال قابلنا قبل كده. عايزين يلا علاقه اولى بين س وصاد. اول علاقه بتبقى بين س وصاد. حد يعرف يجيب لي علاقه بين س وصاد؟ طبعا هو قال لك لو دي صاد يبقى الحته دي نص صاد والحته دي نص صاد، وراح عمل كده يا جدعان نص القطر. نص القطر بكام؟ بس ده كلام مظبوط. وراح قال يبقى فيثاغورس على فكره مستطيل دي زاويه قائمه، راح قال ان س تربيع زائد نص صاد تتربع تربيع نص كام؟ يبقى ربع صاد تربيع يساوي تربيع الاربعه كام؟ 16. ده كلام مظبوط وزي الفل. بس العلاقه مش احسن حاجه عشان فيها كسر، مع انها تحل على فكره عادي، تحل عادي جدا جدا ولا يهمك. لكن في ناس، لا انا هقول لك على حركه بيعملوها بعض الناس عشان برضو انا شغال بيها وغيري شغال بيها، فعشان ما تتفاجئش وانت حتى بتحضر لك فيديو على الموضوع ده. احنا يا جدعان لما نلاقي المساله مطلعه كسور، بدل ما الطول اسمه صاد، لا الطول هيبقى اسمه 2 صاد. يعني احط هنا صاد وهنا صاد عشان يبقى الطول كده كله على بعضه كام يا جدعان؟ 2 صاد. حد عارف ليه انا عملت الفرضيه دي؟ عشان لما ناخد س وصاد في س الدنيا رايقه. يلا يا باشا اديني في الثغورس بيقول ايه؟ س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 4 تربيع. دي علاقة. فين العلاقة بقى اللي هشتقها؟ فين الهدف؟ هو عايز أكبر مساحة للمستطيل. مساحة المستطيل بتساوي إيه؟ ما تقوليش بقى س في ص بقى المرة دي. مساحة المستطيل تبقى س في كام؟ ما أنت هتعتبرها 2 ص يبقى تصحصح بقى. يبقى مساحة المستطيل س في 2 ص. س في 2 ص اللي هو 2 س ص. العلاقة دي فيها كام مجهول؟ لا أنا عايز أشيل الصاد دي. أيوه كده أربع دي. ربع دي بقى إيه؟ ربع الاثنين، ربع السين، ربع الصاد. يبقى م تربيع بيساوي 4 س تربيع، بدل الصاد تربيع نكتب. بس خلاص فهمت انت الدنيا ماشيه ازاي بقى. يبقى م تربيع بيساوي 4 في 16 64 س تربيع ناقص 4 س تربيع في س تربيع اس 4. الضرب نجمع الاسس. بعد ما بجيب دي اعمل ايه يا جدعان؟ دي داله الهدف، دي العلاقه ودي الهدف. الهدف هو المساحه. اشتق يلا اشتق الميم تربيع. 2 ميم ميم شرط. 2 في 64. 4 في 4 اساويها بكام؟ ناخد ميم مشترك. ال 16 والسين. ولو من النوع اللي بيتلخبط خد س بس يا عم، كفايه عليك س بس اهو. خد س بس مشترك لو الموضوع بيلخبطك اهي. س بس. خدنا س يتبقى كام؟ ناقص خدنا س يساوي بره كام؟ اما 128 ناقص 16 س تربيع بيساوي صفر. ده موجب يطلع بره ايه؟ ويروح السالب مع السالب يبقى 16 س تربيع بتساوي 128 واقسم على كام؟ هيطلع س تربيع بتساوي 8. خد جذر. خد جذر يبقى 2 جذر 2. بس المفروض موجب او ايه؟ بس انا هرفض مين؟ وهرفض ده كمان على فكره. يعني ايه طول بصفر يعني؟ يبقى السين بكام؟ ب 2 جذر 2. طيب ماشي يلا مع واحد جاب س لو عوض هيجيب مين؟ وطالما معاه س وصاد يعرف يجيب المساحه ولا ما يعرفش؟ او يعمل ايه تاني؟ او معاك س نعوض في العلاقه اللي قبل الاشتقاق. لو عوضنا في دي هنطلع بس المساحه ايه؟ فهنضطر نعمل لها ايه؟ الدنيا سلسه والله. س حط هنا 2 جذر 2 تتربع 2 جذر 2 تبقى كام؟ 8 زائد ص تربيع بيساوي 16. التربيع دي 4 وتربيع دي 2. 4 في 2 ب 8. طلع دي. هي 2 جذر 2 برضه. بس لا دي الصاد الواحده. الطول بتاعي كام صاد؟ قاعده ثابته يا حجنا يا عم الحاج لما تبقى مرسومه جوه ايه؟ دايره او شكل مش محدوده بحاجه. مفيش حاجه تحدها خالص.
اكبر مساحه للمستطيل لما يبقى مربع، اكبر مساحه للمستطيل لما يبقى ايه. لكن انت زنقهولي في نص دايره، زنقه في نص دايره، اكبر مساحه ليه مش لما يبقى مربع، لما يبقى طوله قد العرض مرتين. فطلعت السين ب 2 جذر 2 والصاد ب 2 جذر 2، يبقى المساحه بتساوي كام يا جدعان؟ عشان الراجل ده كان بيقول لي اوجد المساحه. المساحه بتساوي ايه في ايه؟ طول في عرض. السين ب 2 جذر 2 في العرض، العرض مش صاد واحده، ادي دي مرتين، اضرب دي في 2 يبقى كام؟ 4 جذر 2. 2 في 4 ب 8 في جذر 2 في جذر 2 اللي هي ب 2 16 سنتيمتر مربع. يلا يا جدعان، اوجد ابعاد المستطيل المرسوم داخل المثلث. اوجد ابعاد المستطيل المرسوم داخل المثلث. المستطيل ده اللي هو ده، ومدي لك ان المثلث ده الارتفاع ب4 والقاعده دي 3 سم، وعايز مساحته اكبر ما يمكن. مساحه مين؟ المستطيل اكبر ما يمكن، لان المثلث ده ثابت اصلا. المثلث ده ثابت جواه مستطيل، عايزين نحط مستطيل جواه بحيث يبقى مساحه المستطيل دي اعلى حاجه او اكبر حاجه متاحه. اولا طالما مستطيل فانا باجي على طول في المستطيل ده اعتبرت ايه وايه يا جدعان؟ س وصاد، واللي قبله كان ايه؟ س وصاد، واللي بعده كان س وصاد. انا هنا بس يعني بدل ما اكتب س وصاد خليتها 2 صاد عشان لما اعمل فيثاغورس ما يبقاش فيه كسور، صح؟ بس هو في س وصاد ده اساسي. فانا اروح اقول له دي هنسميها ايه يا جدعان؟ س، ودي هنسميها ايه؟ صاد. بص لو دي س خليك فاكر يبقى الحته دي ايه يا جدعان؟ ولو دي صاد يبقى دي كام؟ اخونا اللي بيقول دي 4 ودي 3 هنجيب ده من نظريه ملهاش لازمه. يلا عايز علاقه. انا دلوقتي جاي احل سؤال زي كده وحسيت الدنيا مش سالكه معايا. انا عايز ايه؟ علاقه، وعلاقه بتاعت داله الهدف، يعني علاقتين واشتقاق وتعويض. علاقتين وايه؟ سيبك من اللي وصل للعلاقتين هيشتق، ما اي حد في عدى في الشارع هيشتق ويعوض له عادي. انت بتدور على ايه؟ علاقتين. بتدور على علاقتين، علاقه اساسيه وعلاقه هدف، صح كده؟ بص يا سيدي، العلاقة الأولى نجيبها إزاي؟ حضرتك لما يبقى عندك رسمة مثلث فأنت 99% هتمشي بقوانين التشابه، وعملناها قبل كده في المعدلات الزمنية والله. طالما عندك مثلثات فأنت هتمشي 99% بقوانين الإيه؟ التشابه. مثلث جوه مثلث. هي لو دي يا جدعان 4 دي واخدة س، يبقى الضلع اللي فوق ده كام؟ هو لو ده 3 ده واخد صاد يبقى ده ياخد كام؟ ممكن ما احتاجهاش الحته دي يعني. التشابه في المثلثات يقول لك ايه؟ التشابه اصله ايه يا جدعان؟ تعالى احكي لك اصل التشابه ايه. اصل التشابه بيقول لك انك لو عندك مثلث كده في مثلا د ه يوازي ب ج، في كام مثلث قدامك كده؟ في كام مثلث قدامك؟ 3 ناقص الصاد، دي 3 ناقص الصاد. في كام مثلث كده قدامك يا جماعه في الرسمه دي؟ 2. في واحد اسمه ايه؟ الف د ه، وواحد اسمه الف ب ج، وطالما ده بيوازي ده يبقى في تشابه بين الايه؟ مثلثين. يعني الصح هنا بنقول له يبقى المثلث الف د ه يشابه المثلث الف ب ج، صح كده؟ طيب تمام. التشابه ده بيخلينا نعرف ايه او نعمل ايه ممكن نطبقه على المثلث، على المثلثات دي، ان ضلع المثلث الاول على ضلع المثلث الثاني يساوي ضلع المثلث الأول على ضلع المثلث الثاني يساوي ضلع المثلث الأول على ضلع المثلث الثاني. ضلع الأول على ضلع الثاني يساوي ضلع الأول على ضلع الثاني يساوي ضلع الأول على ضلع الثاني. صعبة دي؟ براءة؟ طيب بص يا فخر العرب، أنا في الرسمة اللي قدامي دي اللي أنا عملته هنا موجود هنا؟ موجود، بس أنا مش عايز أكتب رموز جنب الكلام المكتوب فالدنيا تبوظ معاك خالص. مش عايز أقعد أسمي ألف وب وجد الرسمة تبقى زحمة قوي. فانت بص معايا كده بالعين، هل المثلث اللي فوق ده يشابه المثلث الكبير؟ ليه؟ في توازي الضلع ده مع الضلع ده. مين اللي قال؟ يا اخي مستطيل يا عم، مستطيل يا ريس، مستطيل يا عم الحاج. مش لازم يروح عامل لي علامه التوازي كده، ما هو مستطيل يا ريس. هيكون ايه يعني؟ فانا هسالك تاني، اعيد السؤال تاني، هل في تشابه بين المثلث اللي فوق والمثلث الكبير؟
في. طب ما التشابه ده بيخلي ضلع على ضلع بيساوي. على فكره مش هتحتاج الثلاثه، هنحتاج منهم كام؟ يعني مش لازم ضلع على ضلع يساوي ضلع على ضلع يساوي ضلع على ضلع. لا يعني هتبقى اوفر قوي. بقى محتاج كام يا جدعان؟ 2. ضلع على ضلع يساوي ضلع على ضلع، هي دي العلاقه. شكرا. يلا ضلع على ضلع. ضلع المثلث الاول الصغير كام يا جدعان ده؟ قول صح. 4 ناقص س على الضلع. بص بص انا فاكر انا كنت بعملها ازاي كده على كده، فاكر؟ يلا ضلع الصغير كام؟ 4 ناقص س على ضلع الكبير بس يساوي ضلع المثلث الصغير ده فاضي على الكبير 5. طب انا عايز ده في حاجه؟ انا عايز علاقه في ياسين وصاد يا عم. ضلع المثلث ده كام؟ على ضلع الكبير بس يا باشا. بس كده جبنا علاقه فيها ايه وايه يا جدعان؟ س وصاد. اعملها تاني، نجيب تاني الموضوع من اوله. اول ما تلاقي مثلث جواه مستطيل يبقى العلاقه علاقه تشابه. العلاقه علاقه ايه يا جدعان؟ تشابه. ضلع على ضلع بيساوي ضلع على ضلع. كان الموضوع كان كالاتي اهو. ما كانش الحاجات دي كلها موجوده خالص اهي. ما فيش ولا حاجه من ده كله كان موجود. كان كل اللي موجود 4 3. انا يلا قول لي عملت ايه من البدايه كده اهو عشان اظبطها. اعتبرت دي يا جدعان س، فبالتالي يبقى دي ايه؟ دي س يبقى دي س. واعتبرت دي ايه؟ فبالتالي دي صاد. بص وعلى طول هعمل تشابه. ضلع على ضلع بيساوي ضلع على ضلع. يلا ضلع المثلث الصغير عبارة عن 4 ناقص س، صح ولا لا؟ ضلع المثلث الصغير عبارة عن كام يا جدعان؟ 4 ناقص س. ده ضلع المثلث الصغير 4 ناقص س على ضلع المثلث الكبير اللي هو كام؟ طيب ضلع المثلث الصغير مين؟ صاد. على ضلع الكبير كام؟ 3. بس اصبر على المقصات دلوقتي ما تستعجلش. المهم دي علاقة التشابه. بعد يا جدعان التشابه بعد دي العلاقة الأولى. والراجل بعد كده الراجل عايز أبعاد المستطيل المرسوم داخل المثلث بحيث تكون المساحة إيه؟ المساحة في علاقة تاني بتاعت المساحة. مساحة المستطيل ها يا جدعان؟ مساحة المستطيل. قول لي يلا المساحة بتساوي إيه؟ والله يا باشا مساحة المستطيل طوله في عرضه يعني إيه في إيه؟ س في صاد. طب أنا دلوقتي هينفع أشتق العلاقة وفيها س وصاد؟ لا. فأنا عايز أعوض مكان مين؟ يلا يا باشا يبقى المساحة بتساوي س في. يا جماعة لو عايزين نجيب صاد لوحدها، فاكر المقص بيتعمل ازاي؟ كنا نقول له اللي في وش صاد ايه اللي يحصل؟ حلو قوي. وفوق الثلاثة تضرب مين؟ يلا 3 في 4 ناقص س 12 ناقص 3 س. صعب كده؟ صاد اللي في وشها 4 ينزل تحت، و3 في 4 ب 12 و3 في سالب س سالب 3 س. يبقى المساحة بتساوي يلا س في 12 على 4 يبقى 3 س. تاني مش س هتضرب كله بس بعد ما تضرب اقسم على 4 في الحالتين يعني. يلا س في 12 على 4 يبقى كام؟ طب س في 3 س سالب 3 س تربيع على كام؟ سالب 3 س تربيع على 4 ما بتتقسمش بس. تمام. يلا يا جدعان دي المساحة تعال نشتقها. ميم شرطة بيساوي مشتقة 3 س ناقص 2 في 3 6 على 4 اختصارها 3 على 2 على فكرة. 3 على 2 ايه؟ س. بعد ما بشتق بساوي بكام؟ طلع ده بعكس الإشارة يبقى 3 بتساوي 3 على 2 س. 3 تروح مع 3 وممكن أضرب الناحيتين في كام؟ في 2. في 2 يا جدعان وخلاص. 3 تروح مع 3 وأضرب هنا في 2 وهنا في 2 تروح الاتنين مع الاتنين. هيبقى الس بتساوي كام؟ 2. طب الس بتساوي 2. ارجع كده للسؤال اللي معاه س لو عوض بيها هنا يا جدعان وعمل مقص هيجيب مين؟ يبقى معاه س وصاد ويعرف يجيب. بس هو عايز ايه يا جدعان؟ العادي يعني عايز ايه وايه؟ بس خلاص. معاك س بكام؟ يلا حط لي هنا 2. 4 ناقص 2 2 على 4 نص بيساوي صاد على كام؟ اعمل مقص يلا كده اهو. يبقى صاد اللي في وشها ينزل تحت فوق. يبقى الصاد طلعت بكام؟ 1.5. يبقى السين طلعت ب2 والصاد طلعت بكام يا جدعان؟ 1.5. صعبة؟ يعني من الآخر للناس اللي بتحب الكلام ده السين طلعت نص الضلع والصاد طلعت ايه يا جدعان؟ نص الضلع اللي مرسوم عليه. في ناس بتعلمها كده يقول لك انا فاكر المستطيل اللي جوه المثلث كان هيبقى دي عباره عن نص الضلع الكبير ودي عباره عن نص الضلع اللي هي مرسوم عليه.
صعبة؟ يقول لك اوجد بعدي المستطيل. مستطيل مستطيل مستطيل، احنا كل تركيزنا على ايه؟ الذي له اكبر مساحة يمكن رسمه داخل مثلث. المثلث ده القاعدة بتاعته بكام؟ وارتفاعه كام؟ بحيث ينطبق على القاعدة. بص يا فخر العرب، انا هرسم مثلث حلو جواه مستطيل. مثلث جواه ايه؟ مستطيل. خليك بس ماشي معايا واحده واحده. المستطيل المثلث ده طول قاعدته كام؟ طول قاعده 16. المثلث من هنا لحد هنا كلها 16، بس ده مين يا جدعان؟ ده المثلث. وعلى فكره بقول لك ارتفاعه كام؟ الارتفاع ده اللي هو ينزل بعمود كده، تنزل بعمود، العمود كده، ده الارتفاع هو على جنب يساوي 12 سم. يلا، وعايز بعدي المستطيل. عايز بعدي الايه؟ مستطيل. تعال ندردش مع بعض. طالما الراجل ده عايز، طالما ذكر مستطيل، يبقى في ايه وايه هيتحط دلوقتي؟ س وصاد. كل مره بنعمل كده يا جدعان، صح ولا لا؟ في س وصاد. ولما نتكحرت شويه في المساله ونبقى يعني واد صايع رياضه، واحده س والثانيه ايه؟ 2 صاد. ده اللي هو انت واد جامد كده ومفيش منك اتنين يعني، فلقطت ان الحته مقسومه نصين، فتبقى بدل صاد واحده تبقى صاد وصاد. هو دي الحدوته على فكره يعني. المستطيلات كلها اللي شغالين عليها من الصبح كانت س وصاد س وصاد س وصاد. في مساله واحده في السكه خليتها ايه هنا؟ 2 صاد، عشان يعني لما وصلت يبقى المثلث ما فيهوش كسور بس. فانا مستطيل اروح اسمي كالعاده، دي بسميها ايه؟ بذمتك في مساله من المسائل غيرت انا عن دي س؟ س على طول، دي س على طول طول الوقت. وصاد بس يعني ها، يعني انت مش شايف دي مقسومه نصين؟ يبقى يفضل نخليها ايه؟ خلي دي صاد ودي صاد. لو عايز تسميها كلها صاد براحتك، بس يعني يا عمي انا طالب منك طلب، لما تلاقيها مقسومه نصين سمي دي صاد ودي صاد، مفيش حاجه والله. طيب خلي بالك عشان ما نزحمش الدنيا على الفاضي. دي س يبقى دي ايه؟ دي صاد يبقى دي ايه؟ دي صاد يبقى دي ايه؟ يعني انا اكتبهم لك، بس انا يعني بخاف من الزحمه، انت بتتوهم. الرسمه مليانه وعلى فكره لو دي س يبقى دي س برضه، صح ولا لا؟ اه، 3 اجزاء دول قصاد بعض يبقوا س. طيب ما تنساش الارتفاع كام؟ 12. مش انا قايل لك مثلث داخل مثلث، او او مستطيل داخل مثلث، العلاقه هتبقى علاقه ايه؟ تشابه. ضلع على ضلع بيساوي ضلع على ضلع. هتعرف حضرتك تقول لي ضلع على ضلع يساوي ضلع على ضلع؟ يا باشا انا هعمل تشابه. المشكله ان انا لسه بقول لك تشابه. تشابه. التشابه ان ضلع على ضلع بيساوي ضلع على ضلع. التشابه ان ضلع على ضلع بيساوي ايه؟ طب انا هقول لك على حاجه وشوف توافقني الراي ولا لا. الارتفاع كله كام؟ الحته دي واخده كام؟ يبقى اللي فوق كام؟ ايه رايك لما ناخد حته كده؟ ايه، بص بص بص، ضلع على ضلع، ضلع على ضلع، ضلع المثلث الصغير على ضلع الكبير يساوي ضلع الصغير على ضلع الكبير. عندك مشكله في الكلام ده؟ بس تشابه. يلا ما تمليني. طيب يبقى ايه؟ ها، ضلع 12 ناقص س على ضلع 12، مش كله 12، يساوي ضلع 2 صاد على ضلع. يا سلام. بس ضلع على ضلع يساوي ضلع على ضلع، ضلع على ضلع يساوي ضلع على ضلع، ضلع الصغير على ضلع الكبير، ارتفاع الصغير على ارتفاع الكبير. خليها كده يا عم. ارتفاع الصغير 12 ناقص س، 12 ناقص س. ارتفاع الصغير على ارتفاع الكبير يساوي قاعدة الصغير على قاعدة الكبير. صعبة؟ تمام. بس يعني فيها سنة اختصار يعني، استأذنك معلش. يعني اللي هو كده يعني. على 2 فيها 1 على 2 فيها كام؟ 8 فيها 7. ايوه. ماشي. طب المهم الراجل عايز بعدي المستطيل، يعني عايز س وصاد يا جدعان، بحيث يبقى المستطيل ليه اكبر ايه؟ يلا يا جدعان، مين دالت الهدف؟ المساحه. يلا بسرعه قول لي مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ مش هيكفينا الايه الحل هنا، فنقسم. المساحه بتساوي، لا س في كام؟ في 2 صاد.
تعال نعوض مكان الصاد يلا. هيبقى المساحة بتساوي 2 س في بدل الصاد نعمل اللي في وش صاد 12 وفوق 8 في 12 100 وكام؟ لا 108 80 و12 96 8 في سالب س اللي في وش صاد ينزل تحته دول ضربناهم في 2 س يلا يبقى المساحة بتساوي 2 س في 96 واللي يطلع نقسمه على كام؟ ولا صعبة؟ بالظبط على الآلة. انت في س في الموضوع صح؟ في س راح اقول له 2 في 96 على 12 اصلا 96 على 12 لسه قايلينها دي كام؟ 8 في 2 بكام؟ 16. طب 2 س في 8 س على 12 ركز على الرموز والباقي اضربه على الآلة. هو س في س بكام؟ يعني دي سالب س في س 2 في 8 في 16 16 على 12 العلاقة دي بشتقها صح؟ اشتق 16 س 2 في 4 على 3 كام؟ س اشتقها واسويها بكام؟ لما سويناها بصفر طلع دي بره يبقى 16 بتساوي 8 على 3 س. نعرف نحل المعادلة دي ازاي؟ نضرب في عكس الكسر اللي هو كام؟ او نقسم على او على 8 فيها الواحد على 8 فيها الاثنين ونضرب في 3 في الطرفين يبقى الس بكام؟ الس ب6. طب ربنا كرمك وجبت السين. هو كان عايز البعدين على فكره. اوجد البعدين. اوجد الايه؟ البعدين. واحد معاه س يعوض يجيب ايه؟ يعوض فين؟ في المساله. هي في المساله. حط السين ب6 12 ناقص 6 السين ب6 12 ناقص 6 6 على 12 بتساوي كام؟ صاد على 8 ما دي بعد الاختصار كانت صاد على 8 واعمل هيطلع الصاد بكام؟ 4. البعدين كام وكام؟ 6 و4. يلا أ ب ج د شبه منحرف. اوجد أكبر مساحة للمستطيل اللي جواه. هنروح للمستطيل ونسميه إيه؟ مفاجأة. هنسمي دي إيه؟ دي إيه؟ س. ودي إيه؟ هل مقسومة نصين ولا حاجة؟ خلاص يبقى صاد بس يا معلم. ثم على فكرة لو دي س يبقى دي كام؟ ولو دي صاد يبقى دي كام؟ سبحان الله. وبيقول لك ان دي ب6 ودي 8 ودي 12 وده شبه منحرف وعايز اكبر مساحه للمستطيل. انا عايز كام علاقه؟ عايز علاقه بين س وصاد ثم علاقه الهدف اللي هي المساحه. العلاقه بين س وصاد نجيبها ازاي؟ حد يجيبها وياخد مليون جنيه؟ هنيجي من عند د ونرسم خط عمودي فيظهر لي على فكره مثلث صغير يشابه مثلث كبير ويبقى ضلع على ضلع يساوي ضلع على ضلع وهنجيب علاقه وخلص الموضوع. طب ازاي؟ بص يا باشا اسمعني. الجزء ده كام؟ اسمعني بقى. الجزء ده كام؟ يبقى ده ينزل يخلي دي كام؟ 6. دي كلها قوائم يا جدعان فدي 6 تبقى دي كام؟ يلا هيبقى من هنا لهنا 6. طب الجزء ده يبقى كام؟ يبقى 6 برضه. مش هي 12 كانت؟ يبقى 6 و6. طبعا مش العمودي ما قسمش نصين ولا حاجه هي الفكره بس ان ده 6 فده 6 فدي 12 دي خدت 6 اتبقى كام؟ 6. طيب الله ينور. دي 8 يبقى الازرق كام؟ ده كلام مظبوط ومحترم وزي الفل. مش هنستخدمه في حاجه الوتر. س وصاد يا جدعان جايين على الاوتار ولا على الاضلاع؟ وانا عايز علاقه ما بينهم يبقى الوتر مش هيفيدك في حاجه فكك منه. من الاخر همسك يبقى ضلع المثلث الصغير على ضلع المثلث الكبير. ضلع المثلث الصغير على ضلع قاعدة الصغير على قاعدة الكبير. أي حاجة عايز تقول أي تسمية يبقى مين على مين؟ ضلع الصغير على ضلع الكبير. ضلع الصغير على ضلع الكبير يساوي ضلع الصغير على ضلع الكبير. ضلع الكبير كام؟ طب ضلع الصغير الحتة دي بقى سلام. لو حد قال الحته دي تتجاب ازاي؟ للاسف انت اللي جبتها صح. الضلع كله على بعضه كام؟ الضلع كله على بعضه كام؟ ومن هنا لحد هنا كان صاد صح ولا لا؟ من الاول للاخر دي 12 ومن هنا لحد هنا كان صاد
يبقى دي 12 ناقص صاد. للاسف هو صح. الداله الثانيه اللي عايز اشتغل عليها اللي هي ايه يا جدعان؟ طب ما تقول لي المساحه بتساوي ايه؟ يا اخي ما خدناش غيرها، اتق الله يا اخي. بتقعد تتفاجئ في كل مثال المساحه س في ص. ها تتفاجئ بالخطوه اللي بعدها نعمل ايه؟ مش طق. احنا زي الفل. احنا زي الفل. احنا زي انت زي الفل يا جيرمين. طيب لا بس استنى. ايه رايك؟ نعوض مكان س ولا مكان ص اسهل؟ مكان س اسهل على فكره. ليه؟ انا لو عملت مقص كده الصاد صعب يعني هجيبها بس بصعوبه. فاللي هو لا يعني السين سهله في تعويضها، يبقى عوض مكان س المره دي. يلا يلا يا باشا اللي في وش س و8 في كله تبقى 96 ناقص 8 ص اللي هو 8 في دي و8 في دي. دي السين مضروبه في ايه يا جدعان؟ يلا يبقى المساحه بتساوي. بص يا باشا صاد دي تضرب مين في اللي جوه؟ الله اكبر عليك. حاجه محترمه وزي الفل. صاد في 96 بس اقسم على كام؟ يلا حد محترم يقسم لي 96 على 6 يبقى 16 صاد. يلا صاد في صاد بس هيبقى قدامها ايه؟ مقسوم على كام؟ سالب 8 على 6 سالب 4 على 3 وصاد في صاد. اشتق. يلا يلا يا جماعه يلا بسرعه. يبقى ايه؟ 16 ناقص كام؟ اساوي. طلع ده يبقى 16 بتساوي 8 على 3 ايه؟ على 8 فيها 1 على 8 فيها 2 اضرب في 3 في الطرفين يبقى صاد بتساوي كام؟ واللي جاب صاد يعوض يجيب. بس لا استنى. هو عايز ايه؟ ايوه ما انا عادي كان ممكن اعوض بدل الصاد واجيب السين ولو معايا سين وصاد اضربهم في بعض اجيب الايه؟ المساح او واحد يقول لك اعوض في دي على طول. بذمتك فاهم حاجه؟ هنعوض بصاد نعمل مقص نجيب السين كده معانا سين وايه؟ اضربهم في بعض يبقى معاك الايه؟ مساحه. او واحد تاني يقول لك ناخد صاد نعوض في العلاقه اللي قبل الاشتقاق على طول هي علاقه الايه؟ المساحه اصلا. فيبقى المساحه بتساوي انا هعوض عن نفسي 16 في 6 ناقص 4 على 3 في 6 تربيع. طلع كام؟ كام يا جدعان؟ يلا اوجد اكبر مساحه للمستطيل الذي يمكن رسمه خارج المستطيل الذي بعداه الثابتان الف وب. بمعنى بص يا باشا اقراها تاني اصلا. بص يا باشا مش ده مستطيل ده ثابت ده متحجر كده حته حجر كده محطوط بعداه الف وايه؟ الثابتان الف وب يعني خلاص هذا المستطيل ثابت. هو بقى في واحد بقى ايه ماسك ايه 4 اضلاع كده وعمال يلعب بيهم عمال يحركهم بقى كده وكده وكده وكده. فهو بقى عايز اكبر مساحه للمستطيل الخارجي. يعني مين كده اللي متغير خارجي؟ خلاص المثال ده قوي للغايه عشان تبقى عارف يعني قوي جدا شغل رياضه. انا عايز ناس فايقه معايا. بص يا باشا بما ان حاجه زي كده يا جدعان كان من المستحيل لو جات لك في الامتحان انك انت تتعامل وتحله لوحدك. صعب قوي 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 ان شخص ايه يحله لوحده وما سمعش اجابته قبل كده. سؤال في منتهى القوه. بص يا باشا اللي بره ده ما تنساش ان هو في النهايه هيبقى مستطيل صح؟ طيب بص يا باشا شايف اله دي؟ هسيب اللي جنبها واكتب هنا اهي. شايف دي؟ هسيب اللي جنبها واكتب هقول لك ليه طبعا. شايف دي؟ هسيب اللي جنبها التالتة دي واكتب اهي. مستر جه منين الكلام ده؟ قال لي بص يا باشا هو مش دي 90 يبقى الزاويتين دول بيتمموا بعض. الزاويتين دول مالهم؟ طب ومش دي ب 90 صح؟ وده خط مستقيم. خط مستقيم دول كلهم بكام يا جدعان؟ 180 دي واخد كام؟ يبقى الاثنين دول مالهم؟ بيتمموا بعض. فعندك دي بتتمم دي ودي تتمم دي دي تتمم دي ودي تتمم دي يبقى هما الاثنين ايه يا جدعان؟ قيس على ذلك الباقي كله برضه. اله تتمم الفاضيه. طب ما دي برضه تتمم الفاضيه لان دي 90 فيبقى دي تتمم الفاضيه. فاله تتمم الفاضيه ودي تتمم الفاضيه يبقى هما الاثنين ايه يا جدعان؟ زي بعض. هتلاقي بص ان ه دي
سيب التالتة واكتبها جنبيها، سيب التالتة واكتبها جنبيها، سيب التالتة واكتبها جنبيها، وزعنا اله. بعد كده هنقول له ايه بقى؟ انا عندي قانون رياضي، طبعا لو الضلع ده الف يبقى ده كام؟ ولو ده ب يبقى ده ايه؟ ب. لو انا اديت لواحد مسألة كده زي الاستاتيكا كده، لو قلنا دي مثلا 30 درجة، تقدر تقول لي الضلع ده بكام؟ لو سميناه س، خليه يا عم بلاش، خليه 40 درجة. جا وجا وظا، صح؟ في واحد يقول لك ايه؟ في واحد يقول لك ايه؟ في واحد يقول لك ايه؟ والله يا مستر في قانون بيقول جاتا بتساوي المجاور على الوتر. جاتا بتساوي ايه؟ المجاور على الوتر. كام على كام؟ اللي ملوش مقام نعمل س في واحد بايه؟ طب وجاتا 40 في 6، 6 جاتا 40. يجي واحد يقول له ده انت خيبان، كله ده عشان تجيب الضلع؟ امال ايه يا عم؟ يقول له ما انا عندي قانون خالد الذكر اللي هو بيقول مطرح ما تنام اضرب. يعني الضلع ده هيساوي 6 هتنام على زاويه كام؟ يبقى 6 جاتا 40 وخلاص. طب بالمناسبه لو ده 6 جاتا، فاكر المقابل يبقى ايه؟ عايزني اجيبه لك برضو؟ هيبقى 6 جاتا. ايه ده؟ يعني انا لو عايز اجيب الضلعين دول من غير الطريقه البدائيه قوي 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 دي، ده شغل ثالثه اعدادي، ما يعملوش طالب ثالثه ثانوي. بتاع ثالثه ثانوي يقول لك دي 6 جاتا دي 6 جا، اللي جنب الزاويه يبقى جاتا واللي قصادها يبقى ايه؟ جا. جاتا واللي قصادها يبقى. روح يلا يا باشا، عايزك تغرق لي الشكل كده اضلاع. بص يا باشا، هو ده مش ده مثلث قائم؟ والضلع ده بكام؟ لما ينام هنا ينام على زاويه ايه؟ يبقى دي اسمها ب جاتا اهي. طب لو دي ب جاتا اهي يبقى الضلع المقابل اللي هي اسمه ايه؟ يا سلام، ب جا اهي. كمل يلا. الضلع ده هينام على زاويه هيبقى ايه يا جدعان؟ الف جت اهي. طب يبقى الضلع ده ايه؟ طب والضلع ده ب هينام على ايه؟ تبقى دي ايه؟ ب جت اهي. طب ولو ده ب جت هيبقى ده ايه؟ طب ده الف هينام على زاويه هيبقى هنا ايه يا جدعان؟ الف جت اهي. طب المقابل اللي هي يبقى ايه؟ الف جا اهي. جبنا كل حاجه اهي، الاضلاع الخارجيه. نروح نقول له ايه بقى يا ريس؟ نروح نقول له الاتي. الراجل عايز اكبر مساحه للمستطيل يمكن رسمه خارج المستطيل الذي بعدها الثابتان. يعني الهدف دلوقتي مني مساحه المستطيل اللي بره، صح؟ هتقول لي يا مستر انت على كلامك القديم كنت بتقول علاقه وبعدين علاقه تانية نشتقها، يعني علاقتين واشتقاق، صح ولا لا؟ لا يا باشا، انا هنا عايز علاقه واحده فقط لا غير، لسبب بسيط. اقرا مسألتك كده كلها وقول لي في كام متغير في المسألة دي؟ كام متغير؟ ثابتان. على فكرة المسألة دي فيها كام مجهول؟ هو اهي. فمش محتاجة علاقتين، صح ولا لا؟ هي علاقة واحدة وخش يا ريس على طول. علاقتين ليه؟ علاقتين دي لما يبقى مسألة فيها مجهولين س وصاد، لكن هي مجهول واحد اسمه ايه يا جدعان؟ ايه؟ لا يبقى اتكل على الله، هات الهدف واشتقه. الهدف يا جدعان مساحة الايه؟ ركز معايا، انت عارف مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ الطول في العرض، الطول في العرض، الطول في العرض، الطول في العرض. مين الطول؟ ألف. للأسف مش هقدر أسميه س وصاد، خلاص بقى هي ألف وب، هو اللي حطهم. يلا الطول اللي هو إيه يا جدعان؟ ألف جتا ه زائد ب جا ه، ده الطول في مين يا جدعان؟ في العرض. العرض اللي هو إيه؟ ب جتا ه زائد ألف جا ه. جاهز يا ريس؟ الطول، الطول الف جتا ه زائد ب جا ه او ب جا ه زائد الف جتا ه، مش فارقه، المهم الطول ده. والعرض نجمع دول بس وانطلق يا باشا. اديني بقى يا ريس. اكيد لو هشتق دلوقتي الدنيا هتبقى خراب يا معلم، لسبب ده يبقى اشتقاق لضرب ايه؟ موال اسود. فلا، انا هضربهم بعد كده اشتق. تقدر تضرب دول معايا؟ يلا الف جتا ه خليها تضرب كله بس ما تتوهش وحياة ابوك. اللي جاي ده كلام سهل، ضرب عادي، لسه ما اشتقناش ولا حاجه. على فكره السؤال صعوبته خلصت، خلاص خلصت في المنظر ده بالمناسبه، صدقني خلصت. ان دي ه يبقى دي فاضيه، فدي ه دي فاضيه، دي ه دي فاضيه، دي ه. وبعدين دي ب جتا ودي ب جا، هنا الف جتا وهنا الف جا، هنا ب جتا وهنا ب جا، هنا الف جتا وهنا الف جا. والمساحه الطول في عرض. الصعوبه بتاعت السؤال والله عدت.
اللي جاي فيه كلام كتير، بس ده عشان هم قوسين فهيبقى فيه كلام كتير. طب يلا اضرب الف جتا اهي في ب جتا اهي. الف ب جتا تربيع اهي. الف جتا اهي في الف جا اهي. الف تربيع جا اهي جتا اهي زائد ب في ب. ب تربيع، لا، ب تربيع جا في جتا يبقى جا جتا. يلا اخر واحده ب في الف وجا في جا تربيع. طب ثانيه واحده كده، لو واحد لماح يقول لك هو ده وده مش فيهم الف ب عامل مشترك، هيتبقى جا تربيع زائد جتا تربيع دي بكام؟ هنعملها بس يعني مش هما فيهم مشترك بس. طب دول فيهم مشترك يا جدعان؟ والله فيه، والله فيه. الجا والجتا شخصيا متكررين، فهقول له المساحه بتساوي، انا هاخد الف ب مشترك من دول يتبقى جتا تربيع ه زائد، بارك الله فيك، على فكره ده بواحد، ما ولا ليه ريحه اللازمه، هيبقى واحد في الف ب دلوقتي زائد مين يا جدعان متكرر هنا؟ متكرر جا ه جتا ه، افتح قوس، خدنا الجا والجتا، ايه اللي يتبقى؟ بص يا سيدي ده بكام؟ انا بقول لك صدقني صعوبه المثال عدت في شويه الهجص اللي عملناهم، لكن الباقي ما طبيعي هتخلي ده يضرب كله وده يضرب كله، طبيعي بعديها انك تلاقي ده مكرر فتاخد منه الف ب مشترك، دول مكررين فتاخد جا جتا عامل مشترك، طبيعي والله. ده واحد في الف ب زائد الجا جتا قانونها نص جا ضعف الزاويه. كان في قانون بيقول جا 2 س بتساوي 2 جا س جتا س، ولما كان يظهر من غير الاثنين كنا نكتب نص الجا جتا بتطلع نص جا الزاويتين مجموعهم مع بعض، يبقى دي نص جا 2 ه 2 س برضو في الف تربيع زائد ب تربيع. بس خلاص كده حلو، اتكل على الله. عايز تعمل ايه؟ اسويها بصفر من غير ما اشتق، يعني اجيب المساحه واسويها بصفر وراح اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا كله ده المساحه طول في عرض، بس يعني قررت ان انا ايه يعني اضربهم، فضربتهم فطلع لي المنظر، فقلت له يلا يبقى المساحه ميم شرطه بقى، دول ثوابت بكام؟ وده نص والقوس ده ثابت ينزل على فكره، الحاجات الثابته في الضرب بتنزل ولا ايه يا شباب؟ عادي، يعني نص الف تربيع زائد ب تربيع في مشتقه الجا، مشتقة الجا جتا في مشتقة الزاوية، مشتقة الجا جتا في مشتقة الزاوية. يلا يبقى ميم شرطة بتساوي ألف تربيع زائد ب تربيع في جتا 2 هنا. ومن دلوقتي المفروض بشتق واساويها بكام؟ لما اساوي ده بصفر، ده ثابت يا جدعان، ينفع نساويه بصفر؟ يبقى هنساوي مين بصفر؟ بس. او يا عم هنقسم هنا على الف تربيع زائد ب تربيع وهنا على الف تربيع، هيبقى صفر برضه، هيبقى جتا 2 ه بيساوي صفر. انت عارف جتا كام بصفر؟ 90، يعني الاثنين ه ب 90. اعمل شيفت كوزاين صفر يطلع لك 90، بس ال 90 دي تبقى بتاعت مين؟ 2 ه، يبقى اللي هي الواحده بكام؟ بارك الله فيك، اللي هي بكام؟ وبناء عليه ارجع كده للسؤال، هي اجابه واحده مش محتاجه ايه يعني تاكيد ولا حاجه، اللي هي بكام؟ والراجل عايز المساحه، اجيبها ازاي المساحه انا بقى؟ ارجع اعوض في مين؟ اللي هي بكام؟ 45 في 2 جاء 90 واحد في نص، بس هيبقى المساحة بتساوي ايه؟ ألف ب زائد نص ألف تربيع زائد ب تربيع. صعبة؟ نافذة محيطها 8 باي، يعني ايه نافذة؟ شباك. طيب معانا الشباك اهو، شباك نافذة محيطها 8 باي على شكل مستطيل يعلوه نص دايرة. جو ايه دوار العمدة ده، اللي هو ده شغل الصعايدة كده، اللي هو يعمل شباك ويعمله نص دايرة كده من فوق وكده، بيعتبر نفسه ساكن في فيلا على كده. بص يا معلم، والله احنا عندنا كده في الصعيد، حتى في بيتنا احنا عاملين كده برضه.
يلا نافذه محيطها 8 باي، احنا كده بقينا من الاعيان يا ريس، طالما عملت نص الدايره اللي من فوق انت كده تمام قوي. نافذه محيطها 8 باي على شكل مستطيل يعلوه نص دايره. اوجد نص قطر الدائره التي تجعل النافذه تسمح بمرور اكبر ضوء ممكن. طيب واحده واحده ندردش مع بعض. النافذه دي مربع ولا مستطيل؟ مربع ولا مستطيل؟ مستطيل. ويعلوه ايه يا جدعان المستطيل؟ نص دايره. بص انا عارف ان الاحداثيات ضايعه معاك دلوقتي، اللي هو ايه؟ انا هبدا بايه؟ انا هبدا بالرسم، احط شويه رموز عليه وهدور على علاقتين، علاقه وعلاقه عشان اشتقها وعشان اعوض من واحده في الثانيه واشتق واساوي بصفر وهكذا. يلا يا باشا، فهبتدي اعمل كده. المستطيل طول عمري طول عمري بسمي دي ايه؟ وبسمي دي ايه؟ 2 نقط. اصل بص من هنا لهنا ده ايه؟ ومن هنا لهنا ده ايه؟ يبقى دي كام؟ 2 نقط. مستر ما انت طول الوقت بتسميها س وصاد يا عمي، مره من نفسي في المره دي دايره مع المستطيل فعادي ما جراش حاجه. س وبدل الصاد يبقى كام يا جدعان؟ 2 نقط. صعبه دي؟ بوظت الدنيا دي يا جدعان؟ لا. طب دي س يبقى دي ايه؟ كان رايحين نقول صاد والله، دي س ودي صاد. اه استر يا رب استر، الغباء معدي والله. دي س ودي س ودي 2 نق ودي 2 نق. المهم النافذه محيطها كام؟ انت عارف دي العلاقه على فكره. النافذه محيطها كام؟ هو بيقول لك ان المحيط يساوي 8 باي. انت عارف المحيط ده هيساوي تجميعة ايه؟ س زائد 2 نق زائد س زائد نص دايره. المحيط يا جدعان هيبقى كده. بص المحيط المفروض هو قال محيط النافذه، ما قالش لا محيط المستطيل ولا محيط النص دايره اللي فوقيها. قال محيط اللي هي يا جدعان النافذه. يعني الكلام ده يا جدعان بص اهو كده 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 صح؟ ده المحيط. فيبقى عباره عن ايه؟ بص س ملين س زائد 2 نقط زائد س زائد 2 نقط س زائد 2 نقط زائد س زائد. هو المحيط يساوي ايه؟ المحيط 2 باي نقط. انا عايز ايه بقى؟ نصه. صح ولا لا؟ دي مش دايره ده نص، هتقسم على كام؟ يبقى زائد باي نقط. يساوي كام يا جدعان؟ 8 باي. وعلى فكره بالمره س وس يبقوا كام؟ يبقى 2 س زائد 2 نقط زائد باي نقط يساوي 8 باي. اوكي؟ دي علاقه مش عارف هنعمل بيها، بس هي فيها س ونقط، يعني علاقه ما بين السين والنقط ماشي عشان دول متغيرين. ثم هو عايز يا جدعان نص القطر، عايز نقط، عايز مني نقط، عادي يا عم نجيبها لك لما نعرف س بكام هنعرف نقط بكام. التي تجعل النافذه تسمح بمرور ايه دي بقى؟ اكبر ضوء ممكن. بالغ اهو، بالغ في اكبر ضوء ممكن. اكبر ضوء ينفذ من اكبر ايه؟ يعني كانه بيقول على فكره كلمه اكبر ضوء. بص اكبر ضوء اكبر مساحه. اكبر مساحه. مين يقول لي بقى المساحه هتساوي ايه؟ مساحتين. مساحة المستطيل زائد مساحة نص. مساحة المستطيل ايه في ايه؟ 2 س نق. حد فاهم ليه؟ س في 2 نق. قول فرض. زائد نص باي نق تربيع. ليه؟ ريس ما هو مساحة الدايرة باي نق تربيع. ودي مش دايرة، دي ايه؟ نص دايرة. انا حاسك مش مبسوط. يعني اكتب ايه هنا؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ لا اشتق ازاي وفي س ونق؟ س ونق. اسمعني بقى. اشتق ازاي وفي س ونق؟ لازم يبقوا كام مجهول؟ مجهول واحد. فانا اعوض مكان مين؟ السين ولا النق؟ يا ستي نق موجوده هنا، موجوده هنا ومطلوبه. البعيد ما بيشمش، موجوده مرتين ومطلوبه. يبقى نعوض مكان مين؟ يا سلام كمان لو مكان الاثنين س دفعه واحده. ما في 2 س حته واحده اهي صح؟ الاثنين س يتعوض عنها بايه؟ 8 باي ناقص 2 نق ناقص باي نق. صح كده؟ يبقى المساحه بتساوي مكان 2 س هتبقى ايه؟ 8 باي
ناقص 2 نق ناقص باي نق. ما تنساش ان الاتنين س لما نعوض عنها بالشله دي كلها تبقى مضروبه في ايه؟ زائد نص باي نق تربيع. يا اخي فكره برضو 8 باي في نق 2 نق في نق. كانت تايهه عني فين الفكره دي؟ مش فاهم والله. لا ناقص باي نق في نق باي نق تربيع زائد نص باي نق تربيع. بص يا فخر العرب اديني اشتقاق يلا بقى عشان كلها نقاط اهي الدنيا حلوه. يبقى م شرطه بتساوي مشتق 8 باي نق 8 باي. على فكره المتغير هو نق، انا بشتق دلوقتي بالنسبه للنق. 8 باي نق المشتقه تبقى كام؟ ناقص 2 في 2 ناقص 2 في باي زائد 2 في نص راح يبقى باي نق بس. هتقول ايه تاني؟ طيب المفروض الكلام ده اشتق واساويه بكام؟ عشان اجيب مين يا جدعان؟ يا مسهل الحال يا رب. بص اولا ده في نق وده في نق وده في نق. ده الوحيد اللي ما فيهوش نق صح؟ لا هسيبه مكانه. هو في يعني في اتنين كده نقدر نضمهم مع بعض الاول. يعني يا جدعان سالب 2 باي وموجب باي صح ولا لا؟ يبقوا سالب 4 نق تنزل سالب باي نق. مظبوط يا جدعان؟ يساوي بره كام؟ صفر. حضرتك انت عايز نق يا تطلع ال 8 باي بره يا تطلع النقاط بره. انا هطلع النقاط عشان تبقى بالموجب. هو ده الكلام، كلام الناس العاقلين. يبقى 8 باي بيساوي طلع دي بره يبقى 4 ايه؟ زائد أليس النق مكررة؟ يبقى ناخد النق عامل. يا سلام يا محترم جاي تفوق في آخرها. يبقى النق خدناه يتبقى كام؟ زائد أنا عايز نق ها؟ يبقى 8 باي على يبقى النق بتساوي 8 باي على والباي شغل العبط اللي بتعمله ده اللي بيجي لك كده ايه بعد الساعة 12 بالليل والباي راحوا مع بعض و8 على 4 2 ومش موجودة في الاختيارات والرياضة دي صعبة جدا. ملعب على شكل مستطيل. ملعب كرة على شكل ايه؟ ينتهي بنصف دائرتين. يعني هو مستطيل في نص دايرة ونص دايرة. أي ملعب في الدنيا بيبقى كده على فكرة. يعني لو اتفرج على ماتش امبارح بس كده هو ماتش الأهلي والعين بص يا سيدي ورا المرمى في دايرة كده وورا المرمى الثاني في دايرة كده. فمش معقولة ما شفتش ولا مرة ملعب كرة ده الطبيعي. المهم يا جدعان في الاستادات الكبيرة بيبقى فعلا الملعب كده وبيبقى فيه ده بيقولوا عليه تراك يا جماعة. انت طبعا من سكان الخصوص تعرفش يعني تراك اساسا. ملعب على شكل مستطيل ينتهي بنصفي ايه؟ دايرتين. محيطه كام؟ استنى بقى محتاج احط شويه رموز عشان يعني استخدم الرقم 420 ده. شويه الرموز دول بصوا يا جدعان مبدئيا الاكيد ان الدايره بنعمل دي نق ودي نق وهنا يبقى دي نق ودي نق وهخلي دي مثلا ايه؟ س يبقى دي ايه؟ يبقى دي س بس. على فكره مش محتاج احط رموز لهنا دي تعتبر نص محيط فاهم ازاي؟ فاللي هو مش عايز رموز. يلا يا باشا هو قال المحيط كام؟ انت عارف المحيط عباره عن ايه؟ عباره عن س وس ونص دايره ونص دايره. طب ما تخليك بني ادم فاهم وتقول له يبقى 2 س زائد دايره. ما هو نص هنا ونص هنا يعملوا لي ايه؟ دايره. ايه لازمتها اجيب نص وبعدين اجيب نص وبعد كده اجمعهم بتقول دايره صح ولا لا؟ يبقى المحيط س وس ودايره. يعني ايه يا جدعان؟ 2 س زائد 2 باي نق يساوي كام؟ ممكن اقسم على الاثنين اصغر مسألتي شويه. على الاثنين تبقى س على الاثنين تبقى باي نق على الاثنين تبقى كام؟ ده كلام جميل ورائع وزي الفل. المساله فيها رمزين اسمهم س ونق وانا جبت علاقه ما بينهم فخلاص والله موضوع اهبل اللي فاضل. يقول لك ايه؟ اثبت انه عندما تكون مساحته اكبر ما يمكن يكون ايه؟ لا سيبك موضوع اثبت ده انت عايز ايه من الاخر؟ المساحه اكبر ما يمكن. سيبك من قصه الاثبات دي تطلع لوحديها وانا بحل. خلينا في ان المساحه اكبر ما يمكن. يعني الراجل ده داله الهدف عنده هي الايه؟ المساحه. يلا يا باشا المساحه بتساوي ايه في ايه؟
مساحة المستطيل زائد نص دايرة ونص دايرة يبقى ايه؟ دايرة كاملة. مساحة المستطيل عبارة عن ايه؟ 2 ناقص س. حد عارف ليه؟ 2 ناقص س مساحة المستطيل. طب مساحة الدايرة اللي هي نص ونص يبقوا دايرة باي نق تربيع. بس انا مش هقدر اشتق لان في نق وايه؟ لازم يبقى يا كله نقاط يا كله سينات. لا النق موجودة مرتين يبقى نعوض مكان مين؟ موجودة مرة واحدة اشيلها بقى تبقى سهلة. يبقى بالسلامة يا س يبقى مين بتساوي 2 نق بدل السين 210. افتح قوس. ميم يساوي 2 نق افتح قوس بدل السين 210 ناقص باي نق زائد باي نق تربيع ما انا مش هنساه. هيبقى مين بتساوي 2 في 210 420 نق 2 في باي 2 باي ونق في نق تربيع زائد باي نق تربيع. في اختصار على فكرة يعني سالب 2 باي وموجب باي سالب باي نق تربيع. يبقى المساحة بتساوي 420 نق ناقص باي نق تربيع ولا ايه؟ نديها ايه بقى؟ اشتقاق. يبقى مين شرطة بتساوي 420 ناقص 2 باي نق اشتق واروح مساويها بكام؟ اطلع دول بره بعكس والسالب يروح مع السالب واقسم على 2 باي. من الاخر هيبقى نق بتساوي كام يا جدعان؟ 210 على باي. فاهمني؟ وحياة ابوك انا مش فاهم. طلعنا ده بعكس الاشاره وشلنا السالب مع السالب وقسمنا على 2 باي. معادلات العاديه يا جدعان بدائيه خالص. طيب دي جبنا النق. بعد ما جبنا النق هو بيقول ايه؟ يقول لي اثبت انه لا مش عايز اكبر مساحه. اثبت انه عندما تكون المساحه اكبر ما يمكن يكون دايره. اللي هو ازاي ده؟ انت عارف امتى الملعب يبقى دايره؟ الملعب ده امتى يبقى دايره؟ مش في الحقيقه. لو السين دي طلعت بكام؟ صفر. صح ولا لا؟ الملعب يبقى دايره لو السين طلعت بكام؟ معنى كده ان هو هيروح مقربهم لبعض والسين دي تختفي خالص. صح ولا لا؟ والله يا باشا انا معايا نقط اعوض واشوف شوف السين تطلع بكام. لو السين طلعت برقم يبقى الكلام ده ما فيه مش صح. ده هيفضل فيه مستطيل. لو السين طلعت بصفر يبقى اكبر مساحه لما نشيل المستطيل ده خالص. يلا حط النقط بكام؟ بدل النقط هتبقى س زائد باي في بدل النقط 210 على باي يساوي 210. باي تروح مع الباي س زائد 210 طلع بعكس يبقى السين بكام؟ لما السين بصفر معناه ان فعلا هيبقى ايه؟ يبقى هينكمش كده ويلزق النصين في بعض ويبقوا دايره فعلا. اكبر مساحه ليه لما عملناه كله على منظر دايره. تمام؟ رسم مستطيل رأسان منه على محور السينات ورأسان منه على المنحنى ده. تعال اقول لك على معلومه فخر العرب. فاكر ازاي كنا نرسم دالة س بتساوي س تربيع؟ شكلك مش فاكر. ودالة س بتساوي سالب س تربيع. ودالة س بتساوي 1 ناقص س تربيع. ودالة س بتساوي 2 زائد س تربيع. يا جماعة دي في الرياضة اسمها دالة تربيعية. بالراحة بس بالله عليك لا تسمعني معلش. حتى لو خدنا يا جماعة 10 دقايق زيادة بس الموضوع لازم يبقى مظبوط. معلش خلي بالك ما انا بقول لك بشرح درس استثنائي والله. دي دالة ايه؟ كانوا يعملوها كده يا جدعان من عند نقطة الأصل وكان يعمل منحنى باصص لفوق. طب ودي دالة ايه؟ تربيعية برضه. فكنا نيجي من عند نقطة الأصل ونعمل منحنى بس لو السين تربيع السالبة كان يبقى باصص. طب بالنسبة لده ده دالة تربيعية برضه بس راسها مش هيبقى جاي هنا. هيتغير هيتحرك لأن في واحد هيتحرك. ممكن تلاقيه اتحرك يمين أو شمال أو طلع فوق أو نزل تحت. هي لو ما فيش أرقام بيبقى في المركز على طول في نقطة الأصل. لكن لو في أرقام ابتدت تتحط هيتحرك شوية. كنا عشان نعرف الراس فين كنا نقول له ايه اللي يخلي التربيع بصفر؟ مش دي دالة تربيعية؟ ايه الرقم اللي يخلي الجزء اللي عليه دايره ده يطلع صفر؟ الصفر. صفر تربيع بصفر. ازاي واحد؟ انا بقول لك ايه اللي يخلي مش الداله كلها بصفر؟
ايه اللي يخلي السين تربيع بصفر؟ صفر. صفر تربيع بصفر. ويتبقى كام؟ كنا نيجي نقول له كده ادي يا عم صفر وواحد. عارف فين صفر وواحد دي؟ صفر واطلع للواحد واعمل منحنى باصص، لا باصص لتحت. ليه يا معلم؟ عشان السين تربيع بالايه؟ بالسالب. تعالى كده على اللي بعده. يلا يلا. ايه اللي خلى التربيع بصفر؟ ايه اللي خلى التربيع بصفر؟ اللي خلى التربيع بصفر صفر. ولما يبقى ده صفر يتبقى كام؟ يبقى ص يساوي 2 زائد صفر يعني 2. فين صفر و2 دي؟ صفر واطلع لحد كام؟ تطلع لحد 2 واعمل منحنى باصص. ليه؟ عشان السين تربيع بالموجب. بس يا باشا. طب يا مستر السين تربيع دي، السين تربيع دي لو خلاها 2 س تربيع مش هتأثر معاك في حاجة في الرسم. ايه اللي يخلي دول بصفر؟ صفر تربيع بصفر، صفر في 2 بس صفر برضه. ولما يبقى دول بصفر يتبقى كام؟ وارسم نفس الرسم. خلاص كده يا جدعان. الرقم ده كان بيخليها تبقى ايه؟ يعني واسعه وضيقه بالظبط. التمدد والانكماش مش هيفرق معاك في حاجه، انا برسم رسم كروكي اللي هو توضيحي بس مش اكتر. وضحت الفكره؟ يلا يا فخر العرب. رسم مستطيل رأسان منه على محور الايه؟ ورأسان منه على ايه؟ منحنى. اوجد اكبر مساحه. واضح ان الراجل ده جاب سيره محور السينات ومحور الايه يا جدعان؟ صادات. يبقى انا عايز محاور. هو اللي قال، هو اللي جاب سيرتهم، انا ما جبتش سيره حد. هو اللي قال محور سينات. قلت له خلاص ادي يا عم محور السينات يا عمي اهو. اهو يا جدعان ادي محور السينات وادي محور الايه؟ الصادات. في مستطيل هيترسم دلوقتي. المستطيل دول رأسين منه على ايه؟ على السينات. ورأسين منه على ايه؟ على المنحنى ده. حد يا جدعان يعرف يرسم المنحنى ده؟ اللي هو 12 صاد يساوي 36 ناقص س تربيع. حد يعرف يرسمه؟ مبدئيا لازم يبقى دالة س، لازم يبقى صاد. بس ايه 12 صاد دي؟ اعمل بيها ايه 12 صاد؟ انا دي عايز صاد. انا صاد يساوي صاد يساوي صاد يساوي صاد عشان ارسمها. ارسمها وابقى فاهم الدنيا بتتكلم عن ايه. انا هقسم على كام؟ كله يتقسم على 12 على 12 على 12. ده على 12 هيبقى ايه؟ او دالة س، صح ولا لا؟ وده على 12 وده على 12. حلو قوي. دي دالة ايه؟ نقول له ايه اللي يخلي؟ ايه اللي يخلي التربيع بصفر؟ صفر. مع صفر في نص بصفر برضه. اللي يخلي التربيع بصفر، صفر في نص بصفر. ويتبقى كام؟ يبقى صفر وكام؟ 12. 12 مش نص. برضه نفس الكلام. صفر وكام؟ صفر وكام يا جدعان؟ يبقى صفر واطلع لحد 3. وارسم منحنى باص لفوق ولا لتحت؟ عرفتوا كيف ده؟ سبحان الله. س تربيع قدامها ايه؟ انت بقيت خطر في الرياضه. عايزين بقى دلوقتي نخش نرسم مستطيل. راسين منه على محور السينات وراسين منه على ايه؟ على المنحنى. ده العظيم. راسين منه على المنحنى هيترسم كده. المستطيل بنسميه ايه وايه؟ احنا متعودين طول الوقت بصراحه ان س ودي صاد. ده حقيقي. وكنا لما نلاقي دي مقسومه نصين فنسميها ايه يا جدعان؟ دي صاد ودي صاد. بس هو الكلام ده صح. بس انا هغير الاماكن. هخلي بدل ما دي صاد وصاد هخلي ايه؟ س وسين. ليه يا جدعان؟ انت كده على محور مين؟ سيناء. كنا بنرسم في الهواء، دلوقتي بقى على المحور. فهسمي فعلا دي الحته ايه يا جدعان؟ س. ودي س. ما انا قلت لك لما تلاقي المستطيل مقسوم نصين سمي س وسين، صح ولا لا؟ طب يبقى الحته اللي فوق دي ايه؟ ده كلام زي الفل. وعلى فكره اي نقطه بتبقى على المنحنى بتبقى س وصاد، صح ولا لا؟ انت كده يا باشا حاجه محترمه وزي الفل. يلا مش محتاجه النقطه دي في حاجه عشان بس ما تلخبطش نفسك. هو بيقول لك ادي المستطيل ورسمناه. عايزين علاقه وعلاقه نشتقها. العلاقه اعوزها ليه؟ موجوده. في علاقه فيها س وصاد الراجل مديهاني، صح ولا لا؟ عامل واحده تاني كمان؟ لا. عايز علاقه بقى التانيه دي بتاعت الاشتقاق. هو عايز ايه يا جدعان؟ اكبر ايه؟ ما تقول لي مساحه المستطيل بتساوي ايه يا فخر العرب؟ طول في العرض صاد في 2 س اللي هي 2 س ايه؟ صاد. زي الفل. طب ما بلاش يا جدعان س وصاد دي، عايزين مجهول واحد بس. ما انت عارف دي مش معدلات زمنيه عشان ندوس فيها. هتبقى 2 س في بدل الصاد. يلا يلا. ما في علاقه جاهزه في المساله. تبقى 3 ناقص 1 على ال 12 س تربيع. يبقى مين بتساوي 2 في 3
ناقص 2 في 1 على 12، 1 على 6. اشتق يلا يا باشا، يبقى ميم شرطة بتساوي اشتق يبقى كام؟ ناقص 3 في 1 على 6 نص س تربيع، ونساويها بكام؟ طلع ده بعكس الايه؟ يبقى نص س تربيع بيساوي 6. اضرب في 2 يبقى س تربيع بيساوي، خد جذر يبقى س بتساوي موجب او سالب، بس انا هرفض السالب. هيبقى 2 جذر كام؟ 3. ده كلام محترم وزي الفل. يبقى س بكام؟ بس هو على فكرة كان بيقول اوجد المساحة ذات نفسها، اوجد أكبر مساحة. أمسك الرقم ده وعوض فيه في المساحة. مين المساحة؟ والله بص، أنا عارف الناس دماغها يقول لك خدنا السين عوضنا جبنا الصاد، بعد ما يبقى عندي سين وصاد نضرب. ده صح مش غلط. في حد تاني يقول لك لا يا باشا أنا هعوض في القانون ده. الاثنين صح يا جماعة، وعلى فكرة ما فيش حد ليه أفضلية عن حد، الاثنين كويسين بالمناسبة. ده حقيقي، سيبك من التريقة بقى للتريقة. الاثنين كويسين، المهم إنك تجيب المساحة. يبقى المساحة بتساوي، يلا يا باشا، 2 جذر 3 هنحطها هنا يبقى كام؟ 6 في 2 جذر 3 ناقص سدس في كام؟ 2 جذر 3 تكعيب، وتطلع لي انت المساحة وتشوفها كام. رسم مستطيل رأسان منه على المنحنى ده ورأسان على المنحنى الثاني، اعمل ايه؟ صح؟ كلام محترم يا اخي. يا جماعة حد يرد غيره يا جدعان. مش دي دالة تربيعية؟ ايه اللي يخلي التربيع بصفر؟ صفر وكام؟ صفر وسالب 12، ده حاجة تحت قوي كده. سالب 12، ودي دالة تربيعية، السين تربيع بتاعتها بيبقى باصة فين؟ بارك الله فيك. يلا يا جدعان، الدالة التربيعية الثانية ايه اللي خلى التربيع بصفر؟ ويتبقى كام؟ يبقى صفر و12. يا سبحان الله، خلي بالك 12 12 زي بعض بالظبط، فيقطعوا بعض في نفس الأماكن كده. خلاص كده يا جدعان؟ فاهم حاجة؟ مش مهم، روح افهم في البيت. يلا يا باشا، أنا رسمت دالتين تربيعيين. الراجل عايز ايه بقى؟ رسم مستطيل رأسان منه على اللي فوق، رأسان فين منه على ايه اللي تحت. يعني راسين فوق وراسين تحت. في مستطيل اهو، راسين تحت وراسين فوق، وصلنا مستطيل. اوجد اكبر مساحة له. استنى 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 استنى، عشان خاطر ربنا تستنى. انت عايز تسمي دي ايه؟ يبقى دي ايه؟ ما عنديش اعتراض. وعايز تسمي دي ايه؟ ودي ايه؟ ما عنديش اعتراض. بس بعد ما تسمي دي صاد ودي صاد، انا ماشي معاك اهو. كده يبقى المساحة بتساوي الطول في العرض، يعني 4 س صاد، صح؟ ماشي يا عم. انهي صاد؟ انا عايز اعوض دلوقتي عن صاد، في علاقتين يتعوض بيهم. انهي صاد يا فخر العرب؟ صاد الاولى ولا صاد الثانيه؟ لبستني في الحيط انت بالحركه دي. اي صاد؟ بس خليك في صاد الموجبه، خليك في صاد اللي فوق. صاد اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي ناحيه الموجب، اللي هي بتبقى باصه لتحت. اللي باصه لتحت اللي هي دي يا شباب، صح؟ يعني في يا جدعان، يعني اقول له المساحه بتساوي ايه؟ 4 س. بعد ما احل الحل ده هقول لك اجابه ثانيه على فكره. في الصاد كام يا جدعان؟ صاد اللي فوق اللي فوق اللي هو كان باصص لتحت، اللي هو ايه يا جدعان؟ 12 ناقص س تربيع. هيبقى المساحه بتساوي، يلا، 4 س في 12. 4 في 12 س ناقص 4 تنزل، والس في س تربيع. اشتق يبقى كام؟ اشتق يبقى 48 ناقص 12 س تربيع. اشتق واعمل ايه؟ اخلص بقى. يبقى طلع دي بره واقسم على ال 12، هيبقى س تربيع بتساوي 4، صح؟ خد جذر يبقى س بتساوي كام؟ 2. انا هرفض السالب، يبقى الس بكام؟ طب يا جدعان معانا الس ب 2، لو عوضنا نجيب الايه؟ الصاد. بس هو عايز المساحه، فانا اللي هو خلاص يعني معاك الس ب 2، عوض جوه الايه يا جدعان؟ عوض جوه المساحه. نحط الس بكام؟ يلا، يبقى المساحه بتساوي 48 في 2، 48 في 2 ناقص 4 في
2 تكعيب طالعه ب 64. يلا يا ريس، الشكل المقابل يمثل الداله دي 4 ناقص قوس تربيع. اوجد اكبر محيط للمستطيل. تعرف لي مثلا من الداله دي اي معلومات بديهيه زي يقطع محور السينات بنضع صاد يساوي صفر، صح؟ نضع دي يساوي صفر وادي دول بره، يبقى س ناقص 2 تربيع يساوي 4، صح؟ خد جذر، خد جذر، يبقى س ناقص 2 بتساوي موجب او سالب كام؟ هيبقى اما ان س ناقص 2 بيساوي 2، واما ان س ناقص 2 بيساوي سالب 2. طلع بره يبقى س بكام؟ طلع بره يبقى س بكام؟ يبقى يقطع محور السينات عند مين؟ وعند كام؟ عارف ده معناه ايه؟ الله ينور عليك، الحته دي كلها باربعه. ده مبدئيا. ثانيا، النقطه دي اول نقطه تقابلني على المنحنى، نقطه مش معلومه، مش تبقى س وسط. يعني الجزء ده، يعني ده بدأ من نقطه الاصل، هيبقى مشي كده في اتجاه السين ايه؟ س، وطلع في اتجاه الصاد ايه؟ صاد. يبقى دي صاد على فكره. وطلع من تماثل الداله التربيعيه، لو الجزء ده س يبقى الجزء اللي في الاخر ايه؟ طب هو مش دي كلها اربعه؟ دي واخده س ودي واخده س، تبقى 4 ناقص. كل سنه وانت طيب. هيبقى محيط المستطيل المحيط. المحيط ممكن نسميه ميم برضو يعني او ح، يلا يا عم بس هنفكرها حجم. المحيط يساوي الطول زائد العرض الكل في 2، يعني ص زائد 4 ناقص 2 س الكل في كام؟ في 2. محيط. يبقى المحيط يساوي 2 في ص و2 في 4 و2 في سالب 4 ايه س. بس علاقه فيها س وايه؟ يا عم بلاها صاد. نشيل الصاد ونكتب مكانها ايه يا جدعان؟ 4 ناقص قوس تربيع. يبقى المحيط يساوي 2 افتح قوس، بدل الصاد هنكتب 4 ناقص القوس س ناقص 2 تربيع زائد 8 ناقص 4 س. ممكن نفك القوس. يلا نفك القوس ونحسبه مع الأربعة، واللي يطلع الضرب في كام؟ يلا يا باشا، يلا يلا شوية اختصارات سريعا، يلا 4 ناقص ده هيطلع س تربيع زائد 4 ناقص 4 س، صح؟ اللي هو الاول في نفسه والثاني في نفسه والاول في الثاني في 2. الكلام ده كله مضروب في ايه؟ في سالب قدامه، سالب في س تربيع وسالب في سالب وسالب في موجب سالب زائد 8 ناقص 4 س. يلا 2 في 4. ماشي، راحت مع دي. 2 في سالب س تربيع و2 في 4 س زائد ناقص. يبقى الكلام ده المحيط يساوي سالب 2 س تربيع تنزل 8 س ناقص 4 س زائد كام؟ اشتق. تبقى سالب 4 س زائد 4 وساوي بصفر، يطلع السين بواحد. طب السين بواحد، لو عوضنا عن السين بواحد هنعوض نجيب الايه؟ صاد. ما دي علاقة على فكرة. بس هو عايز الايه يا جدعان؟ لا، المحيط ممكن ارجع للخطوة اللي قبل الايه يا جدعان؟ الاشتقاق. يلا المحيط يساوي، حط لي السين بواحد، واحد تربيع، واحد في سالب 2 زائد واحد في 4 زائد دول 12 ناقص 2 يطلع كام؟ 10. انا معايا مشكله دلوقتي مع الناس اللي هي تقول لك ايه؟ يا مستر دلوقتي يا ريس انا ليه ما اسميش زي ما انا متعود؟ يا عم ده على محور س يبقى س، وده على محور ص يبقى ص. اقول له بص، لو انت عملت كده العلاقه اللي ما بين س وص مش هينفع تتطبق على اللي انت فارضها. طب ليه يا مستر؟ قال لي بص يا سيدي، حضرتك طالما عايز تستخدم العلاقه دي يبقى لازم س وص دي تكون نقطه على المنحنى، صح كده؟ لازم تبقى نقطه على المنحنى ده. هل اللي انت عاملها دي س وصاد نقطه على المنحنى؟ لا مش حقيقي. انا عشان اوصل للنقطه دي على فكره هيبقى س زائد حاجه، لازم نمشي في اتجاه السين، س وحاجه، صح ولا لا؟ س وايه؟ وحاجه، ونطلع في اتجاه الصاد. يعني النقطه دي، النقطه اللي هي س وصاد دي مش موجوده على المنحنى ده. اللي انت فارضها دي س وصاد مش بادئه من نقطه اللي هي يا جدعان الاصل. لازم في المسائل المرسومه
س تبقى بادئه من نقطه الاصل. هتلاقيني دايما في المسائل المرسومه من جنب نقطه الاصل على طول اسمي س. لازم من جنب نقطه الاصل على طول اسمي س. لازم المسائل المرسومه تبدا السين بتاعتك من نقطه الاصل. فمن نقطه الاصل اروح اسمي س. فدي س يبقى الحته دي ايه؟ س من تماثل الداله التربيعيه. فدي كلها 4 ودول 2 س، يبقى اللي في النص ده 4 ناقص 2 س. وما عنديش في المشكله انا الجزء اللي قصاد محور صاد ده بنسميه صاد فعلا على طول. فهمت القصه ماشيه ازاي؟ السين لازم تتسمى بدايه منين يا جدعان؟ عشان ايه كمان؟ بص، انا كده ماشي من هنا، مشيت في السين حاجه اسمها ايه؟ س، وطلعت في الصاد حاجه اسمها صاد، فعملت نقطه اسمها ايه؟ س وصاد جايه على المنحنى. يعني انا من حق استخدم العلاقه دي دلوقتي. فالسين لما تبتدي تسميها لازم تسميها من نقطه الاصل. ما ينفعش نسيب مسافه. الكلام ده في المسائل اللي فيها المحاور. في المسائل اللي فيها المحاور لازم السين بتاعتك تبدا من نقطه الاصل. في مسائل المحاور لازم السين تبدا من نقطه الاصل. في المسائل اللي فيها محاور لازم السين تبدا منين؟ من نقطه الاصل. بس انما عارف لو ما كانش في محاور سمى اي حد سين. اصلا لما كانش في محاور كنت بسمي اللي فوق هو ده سين. صح ولا لا؟ والتاني بيبقى صاد. مظبوط يا جدعان الكلام ده؟ نلتقي المره القادمه ان شاء الله.